فيه هي اللي بتتحكم، والضعيف فيه مالوش غير الاهانه والموت. كان في شاب الكل شايفه عديم الفايده، مجرد حارس ضعيف بمهاره مالهاش اي قيمه، لكن محدش كان يعرفه ان الجوع اللي جواه مش جوع عادي، ده جوع لو اتساب هيبلع العالم كله. الشاب اللي عاش عمره مكسور ومهان هيكتشف ان اللعنه اللي شايلها مش ضعف بل قوه مرعبه اسمها الجشع، قوه بتخليه يسرق القوه والمهارات وحتى مصير اللي يقفوا في طريقه، وكل عدو هيقع قدامه هيبقى مجرد خطوه جديده في طريق وحش بيتولد من الالم، وحش كل ما ياكل يجوع اكتر. بطل بدا كاضعف شخص في العالم وانتهى ككابوس يمشي على الارض. وعشان ما اطولش عليك اكتر من كده ما تنساش تجهز مشروبك اللذيذ عشان تستمتع معايا بالعظمه دي، وعايزك قبل ما تبدا يا صديقي تنزل تعمل لايك للفيديو ده عشان نوصل الفيديو ده بقى ل1000 لايك. وطبعا مش محتاج اقول لك ان لو انت جديد في القناه ما تنساش تنزل تعمل سبسكرايب. ويلا بينا نبدا حكايه النهارده. بيبدأ الانمي بتاعنا بشخص واقف بكل شجاعة قدام مجموعة كبيرة جدا من الوحوش اللي حرفيا عينيهم بتطلع شرار وشكلهم كده مش ناويين على خير ابدا، وبنعرف ان اسمهم وحوش الجوبلين. ومش بيعدي ثواني والوحوش دي بتهجم على الشخص ده بكل قوتها، لكن بطلنا بيكون قوي جدا وحرفيا مش بيفرق معاه، وبضربة واحدة من السيف بتاعه بدون ما يحتاج اي حد بيخلص عليهم كلهم، وبيبقى واقف مستمتع باللي بيحصل ده. وبيبقى شكل كده الشخص ده عنده قدرات خارقة وقدرات مختلفة، فتفتكروا مين ده وايه حكايته بالظبط؟ ده اللي هنعرفه في انمي النهارده. بنرجع بالزمن يا صديقي وبنشوف فلاح ماشي بعربيته في امان الله، وبتكون الوحوش دي مراقباه وبيهجموا عليه، والراجل بيترعب ومش بيبقى عارف ازاي يتصرف في موقف زي ده، ولا كمان عارف هم عايزين ايه منه دول. ومش بيعدي وقته وبيظهر مجموعه من المحاربين اللي حرفيا بيكونوا زي طوق النجاه ليه، وبيقدروا انهم يخلصوا على الوحوش دي ويبعدوها عن المنطقه خالص. والمحاربين دول بيمشوا بعدها في المنطقه وهم الفرحه مش ساعاهم انهم اخيرا وصلوا للمستوى 6 بعد ما حاربوا الوحوش دي، وبيتفقوا انهم ياخدوا المكافاه ويقسموها عليهم. وعلى الناحيه التانيه كده بيكون في ولد غلبان بيحرس المكان ده، مش عارف ازاي بيحرسه، هو ما فيهوش قلم كده بس ما علينا. بيكون واقف باصص لهم ومعجب بقوتهم وشايف انه مستحيل يبقى زيهم كده في يوم من الايام، وشايف كمان انه ملوش اي لازمه بسبب المهاره العبيطه بتاعته دي واللي بتخليه جعان على طول وعنده استعداد ياكل اي حاجه قدامه. وبعد شويه بتكون المدينه كلها واقفه بتتفرج على ال3 فرسان المقدسين اللي جم دول، واللي اول ما بيوصلوا بيعملوا مشاكل وبيكونوا شايفين نفسهم على الاخر، وبيروحوا لفيت الواد الجعان على طول ده وبيرمي له رفال شويه فلوس على الارض لانه حرس المكان بدلهم النهارده. وبرغم ان طريقته كانت مهينه جدا وضايقت فيت، لكنه ما كانش قدامه حاجه يعملها غير انه يوط ياخد الفلوس، وهو بياخدهم بيروح للواد السمك ده واللي بيكون اسمه هادو، وبيدوس على ايده بكل غل وغرور وبيذله اكتر واكتر، وبيفضلوا يشتموا فيه وان صوت بطنه العالي ده جاب لهم العار، وبيديله ضربه في بطنه بالطياره بعيد وبيفضلوا يضربوا فيه. وبيقرر رفال انهم يسيبوا عليه الكلاب تعلموا الادب شويه، وفت مش بيقدر انه يتكلم وطبعا بيكون حاسس بظلم كبير جدا. المهم فجاه بتظهر واحده من الفرسان المقدسين وبنعرف ان اسمها روكسي، وبتوقفهم عن اللي هم بيعملوا له ده، وبتفكرهم كمان ان ده واحد من الشعب اللي اقسموا انهم هيحموه وما ينفعش ابدا اللي بيعملوه ده. وطبعا مش بيكونوا طايقينها وشايفين انها بتدعي المثاليه وان في ناس كده تستحق المعامله دي عادي، لكن بياخدوها على قد عقلها وبيسيبوها وبيمشوا. وبتروح روكسي عشان تطمن على فيت وبتوقف النزيف اللي في عينيه ده، وبتطلب منه يقول لها على طول لو عملوا فيه حاجه ثانيه. وفيت يا عيني بيكون متوتر جدا وبيقول في نفسه ان هو متعود منهم على كده، وبيقرر يسيبها ويمشي بسرعه. وبيجي الليل وبيروح فيت اللحان عشان يهون عن نفسه شويه من العلقه اللي خدها الصبح دي، وبيفضل يفكر في الموضوع وانه ما ينفعش يتهزق كل شويه كده. وبيروح له النادل وبيقول له يا ابني هم كل شويه يقدموك العافيه كده، انت لو فضلت بالوضع ده هيكون مصيرك الموت زي اللي قبلك. وفيت يعني مش بيستحمل الكلام وبيحاسب وبيمشي، وفي الشارع مش بيبطل تفكير وبيكون زعلان جدا، زعلان انه اتولد بمهاره زي دي مش مهاره اصلا انه يفضل جعان على طول كده، ده كده يعتبر مفجوع. وبيقول لنفسه انا مش طالب اكون فارس مقدس زيهم، ان شاء الله حتى اكون مجرد محارب او تاجر، اي حاجه هتكون احسن من اللي انا فيه ده، لكن طبعا مفيش في ايده اي حاجه يعملها. وفي طريقه بيتفاجئ بشويه حراميه بيحاولوا يسرقوا المبنى ده، وبيقرر انه لازم يروح يقول لروكسي عشان تقضي عليهم. وفعلا روكسي ما بتكدبش خبر، واول ما بتعرف بتطلب منه يحرس هو المكان بدلها لحد ما تخلص عليهم وتيجي تاني. ومش بيعدي دقيقه واحده وبيتفاجئ فيت بواحد من الحراميه دول بيحاول ان هو يهرب من المكان، وطبعا بيكون متوتر جدا ومش عارف يعمل ايه، لكن بيقول لنفسه اجمد يا روكسي وثقت فيك ووقفتك مكانها ما تكسفهاش. وبيجمع كل شجاعته وبيقدر يطعن الحرامي ده ويقضي عليه. وفجاه بتحصل حاجه غريبه وقوته بتزيد، وبمجرد ما بيخلص على الحرامي ده بيكتسب مهاره جديده واللي هي مهاره التعرف والتخاطر، ومش بيلحق يستوعب اي حاجه، وبيلاقي روكسي جايه بتجري عليه وبتشوف لو حصل له اي حاجه. والغريب انه بيقدر يسمع افكارها كويس جدا، واللي بتكون فرحانه جدا ان هو بقى كويس، وبتشكره انه قدر يقضي على واحد من الحراميه دول وقدر يساعدها، وبتقرر ان هي تكافئه على اللي عمله ده. وبيحاول فيت ان هو يكون متواضع ويقول لها دي اقل حاجه عني، ما تتعبيش نفسك خالص، لكنها مش بتسمعه وبتقترح عليه يشتغل لصالح عيله هارد. وفيت طبعا عينه بتلمع وبيفكر انه اخيرا كده هيبقى ليه لازمه، اكيد طبعا هيبقى ليه لازمه
لازمه هو بيشتغل مع روكسي بدل ما هو مجرد حوسله مع عيله فليريك، وبيقرر انه يوافق على طول. وبيجي الليل وبيقعد في اوضته وبيفضل يفكر مع نفسه، ومش بيبقى عارف ازاي احصائياته زادت قوي كده وايه مهاره التعرف والتخاطر دي كمان، لكنه ما بيكونش مهتم قوي. هو كل اللي يهمه انه اخيرا بقى اقوى ويقدر يهزم الوحوش ويبقى ليه لازمه. وتاني يوم بيروح للسوق عشان يشتري سيف ويبقى محارب قد الدنيا، لكن للاسف الفلوس اللي معاه ما تجيبلوش مطوه حتى، والبياع بيشاور له على برميل كده فيه سيوف على قد فلوسه. وبيروح فعلا فت يشوف له واحد او احسن من ما فيش، لكن اول ما بيمسك سيف بيقدر يعرف من مهاره التعرف اللي كسبها ان السيف ده ملوش اي لازمه، وكل السيوف بتكون كده لحد ما بيشوف اخر سيف وبيقرر انه ياخده وخلاص ويمشي نفسه بيه. لكن الغريب انه بيسمع صوت من السيف ده وبيفضل يكدب نفسه لحد ما بيكلمه تاني وبيقول له اشتريني وانا هبقى ايدك اليمين ومش هتندم. ده غير ان بيننا حاجات كتير مشتركه، وبيقرر فعلا فت انه ياخده ويشوف ايه الحكايه بالظبط. وعلى الناحيه التانيه بنشوف ميمي وهي بتحاول تسخن فيرال وبتقول انه ما ينفعش ابدا ان روكسي اللي بتعمله ده، وانها عاوزه تاخد فت يشتغل لعيله هارت وانهم لازم يعلموها الادب. لكن فيرال مش بيهتم وبيقول ان فت ده مجرد ولد حقير ملوش لازمه وما يستحقش كل ده يعني. ده غير ان عيله هارت وفليريك جزء من العائلات العظيمه الخمسه اللي بيدعموا المملكه ومش عاوزين يعملوا مشاكل معاهم. وبنرجع لفت وبيكون السيف اتعلم يقول اسمه وحرفيا مصدعوا بيه، وفجاه بيحس السيف ان في حاجه بتقرب عليهم وبيحذر فت منها، وفعلا مش بيعدي ثواني وبيهجم عليهم واحد من الوحوش وبيقدر فت انه يخلص عليه وقوته بتزيد. لكن للاسف الوحوش عددهم بيزيد بشكل كبير وبيقدروا ان هم يحاصروا فت، والغريب ان فت مش بيتراجع وبيقرر ان هو يقاتلهم بكل شجاعه ومش بيفوق غير وهو مخلص عليهم كلهم. ده غير انه بيكتسب مهارات جديده، وطبعا فت بيكون فرحان جدا وبيحس انه اخيرا بقى قوي وليه لازمه، وبيعرفوا السيف ان هو لازم ياخد ودان الوحوش اللي قتلها دي عشان يسلمها وياخد مكافئته. وفعلا بيروح يسلمهم وبياخد الفلوس وبيكون فرحان جدا بيها وبيقول لنفسه اخيرا هاكل فراخ وكل اللي انا عاوزه. لكن السيف بيقاطعه وبيفكر ان هو لازم يعمل له صيانه الاول وما يبقاش همه على بطنه كده. لكن فت مش بيهتم بكلامه، بيقول له يا عم بلا صيانه بلا بتاع، ده انا مصدقت، ده انا بقالي 5 سنين ما اكلتش اكل عليه القيمه. وهو ماشي بيخبط في واحد ومعاه بنت صغيره، وبيقدر فت يسمع البنت دي وهي بتطلب المساعده، وشكل كده الراجل ده خاطفها، وبيقدر يعرف ان مهارته هي مهاره الاختفاء واللي بتقدر تخلي احصائياته مخفيه حتى في وجود مهاره التعرف، وبالتالي ما يقدرش يعرف ايه اللي هو يقدر عليه بالظبط. لكنه بيرفض يتجاهل حاجه زي دي وبيروح وراها على طول عشان ينقذ البنت دي مهما كانت قوته ايه، بس اللي اكيد ان هو مش هينفع يتخلى عنها. وفي وسط ما البنت دي بتعيط واللي بنعرف ان اسمها ساره وكانت موجوده في دار ايتام مع غيرها من الاطفال والشخص ده قدر انه يخطفها، بيروح لها فت وبيطمنها انها خلاص هتخرج من هنا، وبيقدر يقطع السلاسل اللي هي مربوطه بيها بالسيف بتاعه. وقبل ما ياخدها ويهربوا من المكان ده بيكون الشخص ده واقف ومستقل بيه على الاخر وبيقول له هو كل شويه واحد غبي ما فيهوش قلم زيك كده يدخل المكان ويخرج بعلقه محترمه. وبيستعد فت عشان يواجهه وبيقترح عليه السيف انهم لازم يستغلوا ثقته دي وانه شايف يعني ان هو ضعيف ويمثل ان هو بيتراجع ويهرب مع ساره. وفعلا بيقتنع فت بكلامه وبيهرب بساره من قدامه عشان يقدر يحميها على قد ما يقدر، وبيوقع عليه الصناديق الموجوده دي وبيهجم عليه بكل قوه لدرجه ان الشخص ده بيتفاجئ منه جدا وبيقرر انه لازم يقتله. لكن قبل ما يقرب منه حتى بيقدر فت يقسم السيف بتاعه نصين وحرفيا بيقع على الارض، وبيروح يساله مين اللي طلب منه انه يخطف البنت دي، وبعد ضغط كبير منه اعترف ان هادو هو اللي طلب منه يعمل كده. لكن يا ترى ليه وهيستفاد ايه من بنت صغيره زي دي؟ المهم بيقدر فت انه ينقذ ساره اخيرا ويرجعها للدار اللي كانت هي فيه، وبتبقى طبعا الفرحه مش سايعاها انه انقذها وبيبقى حاسس ان هو عمل انجاز كبير. وطول ما هو ماشي في الطريق بيفضل يفكر وبيقول انه لازم يكون اقوى لان ممكن يكون قدر انه ينقذ ساره النهارده عشان حظه حلو شويه، لكنه مش ضامن بعد كده هو هيواجه مين. وبيقاطع السيف تفكيره وبيقول له انا مش عايز اتكلم من بدري، بس انت مش شايف ان اللبس ده ما يدخلكش من باب عيله هارت حتى؟ وبيستوعب فت انه ما اشتراش اي لبس جديد وكل الفلوس صرفها على الاكل. وبنروح للحانه اللي فت متعود يقعد فيها وبيكون فيها راجل عجوز بيتكلم مع النادل وبيقول له على اخر الاخبار، وهي ان ميسون رئيس عيله هارت مات على ايد تنين مقدس في جاليا. وبيسالوا النادل عن اللي هيحصل لعيله هارت بعد كده، وبيعرفوا الراجل ده ان روكسي هي اللي هتبقى خليفته. لكن للاسف ميسون هو اللي كان بيقدر يخلي الفرسان المقدسين محترمين نفسهم شويه ومش متاكد خالص لو روكسي هتقدر توقفهم عند حدهم هي كمان. وبيجي تاني يوم وبيروح فت لحي الفرسان المقدسين وبيكون مبهور من جمال المكان وبيقول لنفسه احنا مش عايشين يا جدعان، انا دخلت الجنه ولا ايه؟ وبتستقبل روكسي وبترحب بيه جدا، وطبعا فت بيكون مبهور من جمالها وشكله كده جاي ينبهر وخلاص. وبتروح روكسي لقبر والدها وبتعرفه على فت وبتفضل تشكر فيه وبتطلب منه يعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان عيله هارت تكون في امان. ومش بيعدي وقت كتير وبنشوف فت وهو بياكل ومش مصدق نفسه كالعاده انه بياكل لحمه عادي كده، وكل الخدم بيكونوا مستغربين منه جدا، وكبيره الخدم هارو بتكون متعصبه جدا لانها طلبت منه يتصرف بشكل كويس. وبيعدي اسبوع وبيكون فت شغال في الحديقه وبيروح له 2 من اللي شغالين معاه وبيفضلوا يتكلموا معاه وبيقولوا انهم في الاول كانوا فاكرين اهبل بيكلم نفسه، ده غير انه بيبقى عامل زي ما يكون حد كهربه لما بياكل لحمه. وبيتحرك طبعا فت من كلامهم جدا وبيقول انا اخر مره اكلتها من 5 سنين، المفروض اعمل اكتر من كده كمان. وبتروح له هارو وبتعرفه
بيعرفوا ان روكسي عايزه تشوفه، وفعلا بيروح لها فت على طول، وبتفضل روكسي تكلمه لكنه مش بيبقى مركز معاها بسبب انه حاسس بالجوع ومش قادر يمسك نفسه. وبتفضل روكسي تنادي عليه باسم الدلع اللي كان متعود ابوه اللي مات انه ينادي بيه، وطبعا فت بيكون مستغرب انها بتناديه بالاسم ده. بتقول روكسي انت خلاص بقيت واحد من العيله وما فيهاش حاجه يعني، وبتوتر فت جدا وبيطلب منها انها تناديه باسمه عادي وما اتجوزش. وقبل ما ترد عليه بيقع من طوله، ولما بيفوق بيلاقي نفسه على السرير بتاعه وجنبه ورقه من روكسي بتطلب منه ياخد بكره اجازه ويرتاح شويه. وبيسال فت السيف بتاعه عن اللي حصل ده وليه حالته بقت بتسوق كده، وانه في الاول كان بيقدر يمسك نفسه عادي. وبيجاوب السيف ويقول له لان خلاص الفاس وقعت في الراس، ومهاره الشراهه بتاعته دي بمجرد ما انه بقى اقوى مفيش حاجه هتقدر توقفها، ولو ما فضلش يقتل ويحارب الوحوش دي هيجوع لحد ما يموت او يفقد السيطره على نفسه ويهاجم اي حد في طريقه. وطبعا بيتضايق فت جدا لانه كده هيبقى شبه الوحش وخلاص، وهو طبعا ما كانش عايز كده. وبيعرفه ستيف انه لما يوصل لاقصى مراحل الجوع دي هيبان على عينه ولازم يتصرف ساعتها. وبيجي الليل وبيخرج فت وبيحس ان الجوع عنده زايد جدا وشايف ان الناس كلها ريحتها بقت اقوى بكتير. وبيعرفه ستيف ان ده بسبب مهاره تعزيز الجوع وانها قوه مؤقته بتخليه يقدر يستخدم مهاره الشراهه بفعاليه اكبر بكتير، وبسبب كده رؤيته الليليه هتكون احسن بكتير وهيقدر ان هو يتتبع الفرائس بتاعته من ريحتها وبس. وده برضه سبب ان عينه لونها احمر بالشكل ده كده. ده غير بقى ان الفرائس الضعيفه هتخاف منه جدا وهتتسمر في مكانها. وبيتحمس فت جدا وبيروح على مكان مليان وحوش وبيهاجم بكل قوته عشان يقدر يتحرر من الجوع ده، واخيرا بيرجع لطبيعته وبيحس براحه كبيره. وبيعرفه ستيف انه لازم يعمل كده من فتره للتانيه. وفجاه بيظهر وحش عملاق واللي بيكون هو ملك الجوبلين كلهم وحرفيا اقوى واحد فيهم، لكن بيشجعه السيف بتاعه وبيقول له ولا يشغلك يا عم ادخل وسمي الله بس. وقبل ما فت يتحرك عشان يواجهه بيشوفه هو بيقضي على واحد تاني عادي بكل سهوله، وطبعا الخوف بيبدا يتملكه ويدخل قلبه. وبيشجعه السيف بتاعه وبيعرفه انه ما ينفعش يخاف خالص وان الخوف ده هيخليه وجبه سهله للوحوش دي. وبيتحمس فت وبيسمع كلامه وبيروح عشان يهجم على الوحش ده، وبيقدر فعلا ان هو يقطع له دراعه، لكن للاسف فت مش بيكون مركز خالص وخايف منه جدا. وبيحاول السيف ان هو يفوقه وبيفضل يشجع فيه لحد ما بيقدر فت يقسمه نصين ويخلص عليه. وقوه الوحش ده بتتنقل لفت وبيعرفه السيف ان باحصائياته دي هيقدر انه يدخل مستواه الاول، وبيفهمه ان ده شكل تاني خالص ليه، ولو اداله احصائياته كهديه ليه هيقدر يزوده بخصائص جديده هتخليه اقوى بكتير. لكن فت بيرفض لما بيعرف انه كده المفروض ياخد منه كل حاجه هو كسبها من ساعه ما اخده، وبيشوف ان هو كده جشع وبينصب عليه وبيقول له خلاص يا عم مش عاوزين. لكن السيف بيعرفه انه لو ما ضافلوش الخاصيه دي مش هيبقى ليه الحق يشيله، وبيضطر فت انه يوافق لان هو الشريك الوحيد ولازم يبقوا اقوياء سوا. وبيبدا السيف انه يسحب منه كل قوته وبيتحول لقوس سحري، وبيعرفه ان في حد بيراقبه بقاله كتير وده انسب وقت انهم يستخدموا عليه القوس ده. وفعلا اول ما فت بيستخدمه بيظهر سهام سحريه وبتقدر تسيب الشخص ده من على مسافه كبيره بكل سرعه. وبيفرح فت بيه جدا لانه كده مش هيحتاج يبذل مجهود كبير عشان يصطاد فرايسه. وبتعدي الايام وبيكون فت واقف بيشوف شغله عادي جدا وبيتفاجئ بواحده غريبه كده بتخرج، لكنه لما بينادي عليها عشان يعرف مين دي بتطلع روكسي عادي جدا وبتفهمه انها لابسه اللبس ده عشان رايحه في مهمه تفتيش سريه للمدينه، وبتطلب منه ما يقولش لحد خالص انها عملت كده لان لو هارو عرفت مش عارفه ممكن يحصل لها ايه. وبيجي لها فكره بعدها انه يجي معاها للمدينه كمرافق ليها، وبيضطر فعلا فت انه يوافق وبيروح معاها. وهم في الطريق بيتكلموا شويه وبتعرفوا انه ما ينفعش يناديها باسمها هنا عشان الناس ما تعرفهاش، وبتركز كده في السيف بتاعه وبتطلب منه ان هي تشوفه. وبيفضل فت يفكر وبيقول انها اكيد مستغربه هو ليه واحد زيه يعني يكون معاه سيف، وانه ما ينفعش خالص يخليها تكتشف مهاره الشراهه بتاعته دي. لكن روكسي بتاخد منه السيف وبتبص عليه بصه واحده كده وبتديهوله تاني، وبتعرفه انه محتاج صيانه وهتبقى هي توديه لحداد العيله قريب عشان يبقى احسن. وبيكملوا طريقهم عادي في امان الله. واول ما بيوصلوا للمدينه بيروحوا للسوق وبيشدهم كده شكل الفاكهه، وبتروح روكسي على طول لبياع العنب اللي بيفضل يشكر فيه وبيعرفها انه مزروع في ارض عيله هارت يعني حاجه كده محترمه، وبيدي لهم كمان يدوقوا بنفسهم. وبينبهر فت من جماله وروكسي بقى بتعيش الدور وبتقول له طبعا يا ابني ده مزروع في ارضنا، لكن بيحاول فت يعدي الموضوع وبيقول له ان في واحد من قرايبها شغاله عند عيله هارت فهي فاكره ان كده بقت ارضهم خلاص. وطبعا بتفرح روكسي ان هو قدر يطلعهم من الموقف ده. وفي الوقت ده بيجي واحد من الفرسان المقدسين وكل اهل المدينه بيكونوا متضايقين منهم بسبب المعامله بتاعتهم، وكل الامور بتبقى ماشيه طبيعي لحد ما الفارس ده بيسمع فت هو بيشتم السيف بتاعه، وطبعا بيكون فاكر ان هو بيشتمه هو وبيروح له على طول. وفت طبعا بيكون متوتر وخلاص على اخره وبيفضل يعتذر له كتير لكن برضه مش بيسامحه، وبيقرر ان هو يضربه قدام الناس كلها. لكن قبل ما يعمل كده يا صديقي بتتدخل روكسي على طول وبتقول انه خلاص هيعتذر له اكتر من مره ومالوش الحق ان هو يلمسه، وبيستغرب الفارس ده منها جدا ومن شجاعتها دي، ده مفيش حد يقدر يعملها. وباقي الناس فضلت تشبع عليهم وشاكين انها روكسي وخلاص هتتكشف. وفي اللحظه دي بيقول السيف لفت انهم لازم يتظاهروا كانهم مرتبطين، وبكده مفيش حد هيشك انها روكسي لانها اكيد طبعا مستحيل ترتبط بواحد زيه. وفعلا بيعملوا كده وبيفضلوا يغنوا ويردوا على بعض كانهم مرتبطين، والناس بتستبعد فكره انها روكسي دي خالص، وبيستغلوا هما الاتنين بعدها الموقف وبيمشوا على طول. وبيقدر فت
فيت يسمع افكار روكسي وانها مكسوفه جدا من الموقف ده، وبعدها بيكملوا طريقهم وبتروح روكسي لواحد بيبيع احجار كريمه لان شكلها بيكون عاجبهم، وبتفضل تتفرج عليهم باعجاب لكنها مش بتشتري حاجه في الاخر وبيمشوا، وبتساله بعدها لو عنده اي معارف من المحاربين، لكن قبل ما يجاوبها بيلفت انتباههم كده اتنين بيتكلموا عن وحوش الجوبلين اللي لقوها ميته، وفي اشاعه بتقول ان اللي عمل كده هو وحش متجول، لكن طبعا بيبقى فيت هو اللي عمل كده عادي، وبتروح لهم روكسي على طول وبتطلب منهم يحكوا لها اكتر عن الموضوع ده وعن كل اللي يعرفوه عن الوحش المتجول ده، وبيقولوا لها انهم ما عندهمش اي معلومات والاحسن انها تسال المحاربين، وبتطلب روكسي من فيت انه ياخدها المكان بيتجمع فيه المحاربين، وبتعرفوا انها جات للمدينه دي عشان كده لانها عاوزه تعرف كل حاجه عن الوحش ده، وفيت يعني بيبقى متوتر جدا ومش عارف يعمل ايه ولا يجيبها لها ازاي، وبياخدها بعدها وبيروحوا للحانه اللي متعود يقعد فيها وبيعرفها على النادل واللي بيكون اسمه روكي، وروكي بيفرح جدا بيه لانه كان فاكره مات ولا حاجه بسبب ان بقاله فتره كبيره ما جاش زي ما هو متعود، وبيطلب منه فيت انه يقول له معلومات عن الوحش اللي ظهر في الغابه، وبيبدا روكي كده ان هو يحكي له ان النهارده واحد من الفرسان جمع ثروه كبيره جدا، وده بسبب انه راح للغابه ولقى مجموعه كبيره من الوحوش المقتوله، لكن الغريب ان ودانهم كانت موجوده عادي، وده معناه ان مش فارس اللي قتلهم، لان لو فارس هو اللي قتلهم كان زمانه اخد ودان الوحوش دي عشان ياخد المكافاه، لكن بما انها كانت موجوده فده معناه ان وحش هو اللي قتلهم، وعشان كده الاخوه فليريك نظموا حمله للبحث عن الوحش ده عشان يقدروا يقضوا عليه، وساعتها بيستوعب فيت انهم بيتكلموا عليه لان هو اللي قتل الوحوش دي، وده طبعا بيخليه يتوتر جدا ومش بيبقى عارف حتى يتصرف ازاي، وفي اللحظه دي بيدخل مجموعه من الفرسان وبيروح واحد منهم لروكسي وبيطلب منها تروح تقعد معاهم ويستمتعوا كلهم، وطبعا فيت بيتعصب جدا وقبل ما يعمل له اي حاجه بتكون روكسي لازقه في الحيطه، وكلهم بيستغربوا منها جدا لان مفيش غير الفرسان المقدسين اللي يقدروا يعملوا الحركه دي، وفعلا بتضطر روكسي انها تكشف هويتها وتعرفهم انها فارسه مقدسه، وطبعا اول ما بيعرفوا حاجه زي دي بيترعبوا وبيطلبوا منها تسامحهم، ده مش بس كده ده بيعرضوا عليها تاخد كل الفلوس اللي معاهم بس ما تعمل لهمش حاجه، لكن طبعا روكسي بترفض وبتقول انها متضايقه جدا من فكره انهم مصدر خوف للناس وان الفرسان المقدسين المفروض يحموا الناس مش يخوفوهم، وساعتها كلهم بيحسوا براحه كبيره وبيفضلوا يتكلموا ويضحكوا معاها، وبيكون فيت واقف ومعجب جدا بشخصيتها وانها عكس كل الفرسان اللي ناقص يجلدوا الناس دول، وبعد شويه بيخرجوا وبيتفاجئوا بصوت طفل بيعيط وبيستنجد بالناس، ولما بيقربوا بيلاقوا الاخوه فليريك وهم ماسكينه وعايزين ياخدوه تحت حجه ان هم كده بيحموه، وبيروح فيت على طول ياخده منهم وبتعرفهم روكسي ان هي اللي هتهتم بيه، وبتسال رافال وهي متعصبه جدا هم ليه ما قالولهاش عن موضوع صيد الوحش المتجول ده، وبيجاوبها رافال بكل هدوء انه مرضاش يعني يزعجها بعد وفاه ابوها، وبيسيبها بعدها وبيمشي، وبيروح روكسي وفيت مع الولد ده اللي بنعرف ان اسمه ليو عشان يعني يدوروا على مامته ويرجع لبيته، وبعد وقت طويل بيقدروا اخيرا يلاقوها، وبيبقى فيت فرحان جدا ان هو ساعده، وروكسي من كتر الفرحه بتفضل تعيط، وبيعرف فيت ساعتها انها واحده منهم عادي مش زي باقي الفرسان، وبيرجعوا بعدها للمدينه مره تانية، وبتعدي الايام وبيقعد فيت في اوضته مع السيف بتاعه وبيساله عن طريقه يصطاد بيها الوحوش ويقضي عليهم من غير ما روكسي تعرف، وبيقول له السيف ان مفيش قدامه غير حل واحد وهو انه يلبس القناع ده عشان يبقى بشكل مختلف ومفيش حد يقدر يتعرف عليه، وفعلا فيت بيقتنع بالفكره وبتعجبه جدا، وبيجي تاني يوم وفي وسط ما فيت بيشتغل بتروح لروكسي وبتطلب منه يروح معاها في مهمه سريه كمان، وفي الطريق بتعرفه انها مش سريه ولا حاجه هي بس عايزه تشوف مزارع العنب اللي شافوها في السوق من قريب، واول ما بيوصلوا بتستقبلهم ام روكسي ست كباره كده واسمها ايشا، وبرغم انها تعبانه الا انها نزلت عشان ترحب بيهم، وبتستقبل فيت بطريقه كويسه جدا، وبيعرف فيت ساعتها روكسي طالعه متواضعه كده لمين، لكن فجاه بتندع على فيت وبتعمل زي ما اي ام بتعمل وبتساله لو هو معجب ببنتها ولا حاجه، وطبعا كان عاده فيت بيتوتر جدا وبتسالها روكسي ليه السؤال ده، بتعرفها ايشا انها مش قصدها حاجه هي عايزه تعرف لو بيحبها كرئيسه وراضي عن اللي هي بتعمله، وبيطمنها فيت وبيعرفها انه مستعد يحمي روكسي لحد اخر لحظه في عمره، وروكسي من كتر الكسوف بتسيبهم وبتطلع لوضتها على طول، وبعد ما بتطلع بتقول ايشا ان روكسي متعوده على كده من زمان، اول ما بتتحرج او تبقى مكسوفه بتهرب على طول من الموقف، وبتكمل كلامها وبتقول انها حرقانه جدا على بنتها خصوصا بعد المنصب اللي هي بقت فيه ده من بعد وفاه والدها، لكن فيت بيطمنها تاني وبيعرفها ان روكسي فارسه مقدسه ممتازه جدا وكل الناس بتثق فيها وبيحبوها، يعني خلاص مستقبل العيله في ايد امينه، وبعد شويه بينزلوا كلهم للارض وبيقطفوا العنب وبيكون فيت مستمتع جدا وبيديله واحد من العمال عصير عنب من المحصول بتاعهم، وبتكون دي اول مره يدوق فيها حاجه بالحلاوه دي، وبيسال فيت العامل ده لو روكسي بتيجي كل سنه عشان تشارك في الحصاد، وبيعرفوا انها بتيجي عشان تصطاد الوحوش كمان، وان ده موسم حصاد لمعظم المحاصيل مش العنب بس، وعشان كده الوحوش بتظهر عشان تدور على الاكل وفي الاغلب بتيجي من الشمال، وفي اللحظه دي بيحس فيت بجوع شديد جدا لدرجه ان صوت بطنه بتكون عاليه، وبيكلمه السيف بتاعه وبيقول ان ده طبيعي وان مهاره الشراهه بتاعته محتاجه ان هو يصطاد ارواح مختلفه تاني، وعلى اخر النهار كده بتروح لروكسي وبتعرف ان هو يقدر يرجع من غيرها عادي عشان هي لسه في حاجات المفروض تعملها، وفعلا بيسمع فيت كلامها وبيمشي، وهو ماشي في الطريق بيلاحظ بنت جميله وماسكه فاس ضخم وشكلها كده مش من هنا، وده بسبب شكلها ولبسها المختلف عنهم، ولما بيقرب منها اكتر وبيبص في عينيها
وبيلاقيها زي عينه بالظبط، وبيعرف ان هي كمان عندها مهاره الشراهه، والغريب انه مش قادر يستخدم خاصيه التعرف عليها ولا يعرف عنها اي حاجه. والبنت دي مش بتكون فاهمه هو بيبص لها كده ليه وبتسيبه وبتمشي. ولما بينده فت عليها بتعرفوا انها جت عشان تقضي على الوحوش اللي هتيجي لهنا، لكن شكلها كده جاب بدري، وبتقول انها هتسيبهم له هو يقضي عليهم، لكنه كده هيكون مدين ليها بجميل. ولما بيسال فت السيف بتاعه عن البنت دي مش بيقدر يوصل لاي معلومه عنها. وفي اللحظه دي بتيجي روكسي وبتطلب من فت انهم يمشوا سوا بعد ما خلصت اللي وراها. ولما بتبص للبنت دي بتعرف انها من مدينه جاليا اللي هي المفروض اتدمرت هي وشعبها، وبتحكي لفت ان من 1000 سنه كانت جاليا عندها قوه عسكريه كبيره ومتقدمه جدا كمان، لكن للاسف حصل عليها هجوم كبير جدا من الوحوش خلاها تنهار تماما، ومعظم اللي كانوا عايشين فيها ماتوا، وعشان كده هي مستغربه وجودها هنا، لكنها مش بتهتم بكل ده وبيكملوا طريقهم عادي. وبيحكي لها فت انه عرف موضوع صيد الوحوش ده، وبيسالها لو هتكون كويسه لوحدها. بتعرف روكس انها مش هتكون لوحدها ولا حاجه، وهيكون معاها المحاربين اللي شافهم في المزرعه، ده غير انها فارسه مقدسه وقوتها اكبر من اي فارس عادي، يعني يعتبر مفيش حاجه تقدر تقف قدامها. وبيجي تاني يوم وبيقرروا ان هم يحاربوا الوحوش دي بعد ما دمرت لهم محصول العنب بتاعهم، وكلهم بيتفاجئوا لما بيلاقوا الملك بتاعهم واللي بيكون ضخم وقوي جدا. وساعتها فت بيحس بجوع شديد ورغبته في الصيد بتكبر، لكنه مش بيكون عاوز يخلي روكس تشوفه في الحاله دي. وكلهم بيتجمعوا وبيقولوا انه مفيش قدامهم اي فرصه قدام الوحش ده، ولو فكروا يهاجموه مش هياخدوا في ايده غلوه. وبتحاول روكس تطمنهم وبتقول لهم ان هي اللي هتقتله وانها فارسه مقدسه، يعني هتبذل كل مجهودها عشان تحميهم، فما ينفعش يكونوا قلقانين كده. وبتطلب من العمال انهم يروحوا يقعدوا في مكان امن اكتر، وبتطلب من المحاربين ان هم يستعدوا ويجهزوا للهجوم ده. وبيعرفها واحد من المحاربين انهم لو جهزوا نفسهم فمش هيكونوا مستعدين قبل بكره. وفعلا بتوافق روكسي وبتطلب منهم يبذلوا كل مجهودهم عشان يقدروا يقضوا على الوحوش دي. وبيفضل فت يفكر ويقول ان مواجهه وحش من المستوى 50 دي حاجه صعبه عليه جدا، لكنه برضه مش هيقدر يتجاهل الموضوع ومش هيسمح ان روكسي يحصل لها اي حاجه وحشه، وعشان كده بيقرر ان هو يتدخل في الحرب دي مهما كانت النتيجه. وفي الليل بيروح فت المكان اللي فيه الوحوش دي وبيفعل كل قوته وبيستدعي القوس السحري بتاعه، وبيبدا يخلص على واحد من الوحوش دي بكل سهوله، الا الملك بتاعه بيكون قوي لدرجه مرعبه ومفيش اي حاجه بتاثر فيه. وبيحذر السيف فت ان الوحش ده بيستخدم مهاره الدمار واللي قادره انها تخترق الدروع وتكسر العظام وتدمر كمان الاعضاء الداخليه بكل سهوله. وقبل ما فت يبعد عن المكان بسرعه بيضرب الوحش ده ضربه في الجو بتطيره بعيد، وبيقع في بركه وبيفقد الوعي. وبيحاول السيف يفوقه لان خلاص الوحش ده بيقرب وهيقضي عليه. واول ما بيقرب منه بس بيقوم فت بكل شجاعه وبيقدر يقطع ايده، وقوه فت بتزيد بشكل كبير جدا، والقوس بتبقى قوته مضاعفه. ومش بس بيقضي على الوحش ده كمان بيدمر الارض من تحته. لكن للاسف بدل ما يرتاح فت انه عمل اللي عليه وزياده بيتعب جدا وبيحس باحساس غريب. وبيعرفوا ستيف ان ده كله كان فوق طاقته، وبيطلب منه يمسك نفسه عشان الوضع ما يبقاش اسوأ من كده بكتير. وتاني يوم بيتجمع المحاربين وروكسي في المكان ده وبيستغربوا جدا من اللي شايفينه، ومش بيكونوا فاهمين مين اللي عمل كده بالظبط وازاي اصلا قدر على كل الوحوش دي. ولما بيجي ميعاد الفطار بتقول روكسي ان البنت اللي من جاليا دي اكيد قوتها اكبر بكتير من الفرسان المقدسين، وهي اللي ممكن تكون عملت كده. وبتكون فرحانه جدا ان اخيرا الحمل ده اتشال من عليها وفي حد قضى على الوحوش دي. وبتلاحظ ايش ان روكسي بتكون فرحانه جدا بوجود فت، وعشان كده بعد ما بيخلصوا اكل بتطلب منه تتكلم معاه في اوضتها، وهناك بتطلب منه ان هو يفضل جنب روكسي ويدعمها لانها تعبانه جدا وايامها في الدنيا معدوده، وعشان كده عايزاه يفضل جنبها عشان تكون مطمنه عليها. وبيوافق فت على كلامها وبيوعدها ان هو هيحمي روكسي لحد اخر لحظه في عمره. وبيجي تاني يوم وبيروح يقعد في الحانه وبيفضل يفكر لو هو فعلا ليه الحق في انه يحمي روكسي ويفضل معاها، لكن في حد بيقطع تفكيره وبيعرفه ان هادو هينضم في انه يصطاد الوحش المتجول. وطبعا فت بيتفاجئ جدا وبيقول روكي ان الناس اللي زيه كده بيفضلوا الاماكن السهله والمهمات الامنه وبس، وفي شخص تاني هو اللي هيروح في البعثه بتاعت جاليا. وبيستغرب فت من الموضوع ده وان ميسون لسه ميت هناك، فمش طبيعي يبعتوا حد تاني وهيكون خطر جدا. وتاني يوم بيروح فت لحي الفرسان وبتكون روكسي واقفه قدام قبر والدها وبتعرفوا انها هتروح في بعثه لجاليا. وبيروح لها فت على طول وبيطلب منها ما تعملش كده لانها لو راحت ممكن ما ترجعش زي ابوها اللي هي واقفه قدامه ده، لكن مش بتهتم روكسي بكلامه وبتقول له انا اخدت قراري خلاص وبتسيبه وبتمشي. وبيجي الليل وبيلبس القناع بتاعه وبيروح للمكان اللي فيه الوحوش، وهناك بيتفاجئ بهادو والباقي وهم مستنيين وجاهزين عشان يقضوا عليه. وبيأمر هادو باقي اللي معاه ان هم يخلصوا عليه، لكن مش بيعدي ثواني وبيكون حرفيا نصهم مرمي على الارض والنص التاني بيجري من الرعب. وبيقف هادو مش عارف يعمل ايه وبيقول لفت انت فاكر بالشويتين دول هتخليني اخاف منك ولا ايه؟ وبيشيل فت القناع من على وشه وبيتفاجئ هادو جدا لما بيعرف هويته ومش بيكون مصدق نفسه، وازاي واحد ملوش لازمه زي كده يعمل كل ده. وحتى فت مش بيكون عارف ازاي واحد ضعيف وجبان بالشكل ده يكون من الفرسان المقدسين. وبيسال السيف بتاعه لو يقدر ان هو يحطم سيف هادو، وبيقول للسيف عيب عليك يا عم اضرب وما يهمكش. ولحد اللحظه دي بيكون هادو مستقل بيه وشايفه ما يقدرش يعمل حاجه، لكن في لمح البصر بيقدر فت يكسر السيف بتاعه نصين. وبكده بيضمن فت ان هادو خسر قوه
الفرسان المقدسه اللي كانت في سيفه، وساعتها بيخاف هادو وبيحس ان الموضوع قلب جد فعلا وبيقرر ان هو يهرب. لكن فيت بيبقى حاسس بكره شديد ليه وبيمسكه من رقبته وبيقول له انه محتاج يعلمه درس. وقبل ما هادو يستوعب اي حاجه بيتفاجئ بفيت وهو بيضرب وشه في شجر الغابه بكل قوه، وبيفضل يضرب فيه ويذله زي ما كان بيعمل معاه. وبيفضل يعني هادو يترجى ان هو يسيبه لانه خلاص تعب من شده الضرب، لكن فيت مش بيعمل كده وحرفيا مش بيرحمه، وبيستخدم القوس المقدس بتاعه وبيضرب هادو بسهم من السهام السحريه وبيطيره بعيد، وبيقع مره ثانيه على الارض، لكن المره دي وهو فاقد اعضائه كلها. وبيطلب هادو انه يقتله ويرحمه احسن، لكن طبعا بيرفض فيت لان في شويه اسئله محتاج يعرف اجابتها. وبيفهم هادو انه هيساله عن روكسي وبيعرفه ان هي اللي طلبت تروح لجاليا عشان تنقذها من الوحوش دي، وبيقول له ان هو هيلغي البعثه بتاعت جاليا وبكده مش هيكون في خطر عليها. وبيفضل يترجى ان هو يسيبه وما يعملوش حاجه. ولما بيلاقي فيت مش بيسمعه وبيقرب منه بالسيف بتاعه بيقول له على مجنون انت عايز تنتقم مني عشانها ولا ايه؟ لكن فيت مش بيبقى شايف قدامه وبيعرفه ان ده انتقام ليه هو بسبب اللي كان بيعمله فيه وبيقضي عليه خالص. وساعتها بتنتقل كل قوه هادو لفيت وبيعرفه السيف ان هو كده رسميا بقى فارس مقدس. وبيقول فيت ان العاصمه مستحيل تقبل بحاجه زي دي، ده غير ان ما كانش عاوز يبقى كده اصلا. وبيقول له السيف اذا كان كده حبيب اخوه خلينا ننتقل للمستوى الثاني بقى. وبيوافق فيت وبياخد السيف منه كل المهارات اللي كسبها وبيبقى اقوى بكتير ويقدر يقطع اي حاجه تيجي قدامه. وبيتمنى فيت ان هو يقدر يلغي بعثه روكسي وما يخليهاش تسافر، لكن للاسف مش بيقدر يعمل كده. وبيجي تاني يوم بتستعد روكسي عشان تسافر وكلهم بيكونوا واقفين يودعوها ومتضايقين جدا عشان هتمشي وتسيبهم، لكن بتحاول روكسي تهون عليهم وتعرفهم ان الثلاث سنين دول هيعدوا هوا وهترجع تاني. وفي الاخر فعلا بتودعهم وبتمشي. وبيقرر فيت بعدها انه يشق طريقه كمحارب وبيبقى خد القرار خلاص، وان لو ما قدرش يمنع روكسي من انها تسافر لجاليا فعلى الاقل يكون جنبها ويدعمها. وتاني يوم بيسيب المكان وبيمشي هو كمان وبيروح لجاليا وبيقرر انه يبذل كل مجهوده عشان يحمي روكسي ويمنع اي حاجه وحشه تحصل لها. وفي نفس الوقت ده بتكون روكسي اجتمعت مع باقي الفرسان اللي هينضموا معاها في رحلتها، واللي من ضمنهم ماريا وموجان، واللي بيكونوا عارفين روكسي من زمان بسبب انهم كانوا بيشتركوا في رحلات مع والدها وبيوعدوها ان هم هيحموها ومش هيخلوا اي حاجه تقرب لها. وعلى الناحيه الثانيه بنروح لمعمل تحاليل وبنشوف اعضاء من الوحوش اللي فيت قضى عليهم، والدكتوره دي واللي بيكون اسمها رايني بتفضل مركزه معاهم وبتقول ان دي مستحيل تكون اصابات لسهام عاديه، وبتفتح كتاب من الكتب وبتعرف ان دي سهام سحريه واللي بتكون قدره نادره جدا بتكون في السيف الاسود، واحد من اسلحه الخطايا السبعه المميته واللي اتصنعت من ماده تقدر انها تتعامل مع القوه السحريه بكل سهوله. وطبعا بتكون متحمسه جدا انها تشوف السيف ده بعينيها. وبنرجع بعدها لفيت وبيوصل لمدينه تترا اللي من خلالها هيروح لجاليا، لكنه لما بيروح يركب العربيه بيعرفوا السواق انه مش هيقدر يروح النهارده لان الوحوش ممكن تهجم عليه بالليل، فالاحسن انه يعدي عليه الصبح ويروحوا سوا. وفعلا بيسمع فيت الكلام وبيمشي وبيقول له السيف بتاعه اذا كان كده يا معلم نتفسح شويه في المنطقه دي بقى. وفعلا بيوافق فيت على كلامه وبيروح يتغدى بالفلوس اللي اديتها له هارو قبل ما يمشي. ولما بيدخل فيت الحانه دي بيتفاجئ بمجموعه من المحاربين وهم بيضايقوا شخص بيطلب منهم ان هم يساعدوا قريته اللي هتتدمر على ايد الوحوش، وبيفضلوا يتريقوا عليه. وبيروح لهم فيت على طول بيوقفهم عن اللي هم بيعملوه ده وبيسيبوا المكان وبيمشوا. وبيبقى فيت على معرفه قديمه بالشخص ده واللي بنعرف ان اسمه ست، واللي بيكون ابن زعيم القريه اللي طرده زمان بعد ما ابوه توفى وكان بيعامله حرفيا اسوأ معامله. وبيفضل ست يترجى ان هو يساعده وبيقول له انه عارف كويس انه كده اناني ومش بيفكر غير في نفسه بسبب اللي عملوه فيه زمان، لكنه دلوقتي بقى محارب قد الدنيا وهو وقريته محتاجين لقوته دي. وبيقول السيف لفيت ان دي حاجه في مصلحته وهم اللي هيكونوا مستفيدين لان هو لازم يصطاد وحوش. وبيقتنع فيت بكلامه وبيقول لست انه موافق وانه هيقضي على كل الوحوش اللي في قريته. وفعلا بيروح المعلم القريه وهناك بيقابله ابو ست وبيكون متعصب من وجوده وبيقول لست انت جايب معاك الزباله اللي احنا رميناها زمان ليه؟ وبيحاول ست يقنعهم ان فيت قوي جدا وهو الوحيد اللي هيقدر على الوحوش دي وينقذهم كلهم، لكن ابوه مش بيقتنع بالكلام ده وبيقول له ان انت ما كنتش قادر تأجر محاربين عليهم القيمه شويه غير الواد ده. وفيت بيتعصب جدا من كلامه وبيبقى عايز يروح يعلمه الادب لكن بيمنعه ست وبيقول له معلش والله مسحها فيا انا ابويا راجل كبير وبقى بيخرف دلوقتي. وبياخدوا بعدها وبيروحوا البيت وهناك بيعتذر منه عن اللي ابوه عمله ده، لكن فيت بيكون متعود على اسلوب ابوه وانه بيكرهه من زمان وبيطلب منه انه يحكي له اكتر عن الوحوش دي. وبيعرفوا ست انها ظهرت اول مره من شهر ودمرت كل حاجه في القريه، ده غير انها تقدر تطير كمان وهم اكيد ما اتعاملوش مع حاجه زي دي قبل كده وعشان كده اضطروا انهم يأجروا مجموعه من المحاربين عشان يساعدوهم، لكن طبعا المحاربين مش هيقدروا يعملوا حاجه قدام الوحوش اللي بتطير دي. وبيقوم ست يجيب اكل الفت عشان صوت بطنه اللي جايب اخر الشارع ده وبيسال فت السيف بتاعه لو يعرف معلومات عن الوحوش دي. وبيعرفوا ست انها اسمها وحوش جراجويل واللي بتكون ذكيه وبتدرس المكان كويس جدا عشان تعرف ازاي هتهاجم البشر. وبعد فتره قصيره بيبداوا الهجوم القوي وفي اللحظه دي بتروح له بنت ست وبتكون فاكراه مجنون بيكلم نفسه وبتدي له حلويات ياكلها. وبعد شويه بيقدم له ست الاكل ومش بيعدي ثواني وبيفقد الوعي خالص وست بيتخض ومش بيبقى عارف ايه اللي حصل له. وبتعرفه بنته انها ادت له الحلويات اللي قال لها جدها تديها له واللي بتكون حلويات مخدره، لكن المصيبه ان الوحوش بدات تهاجم القريه دلوقتي. وبيحضر ست
ست بسرعه ترياق من الاعشاب عشان يخليه يفوق ويساعدهم بدل ما القريه بتتدمر بالشكل ده. وبعد ما فت بيفوق بيطلب من ست انه يفضل في البيت وما يحاولش يخرج منه ابدا، وبياخد السيف بتاعه وبيخرج عشان يواجه الوحوش دي اللي بتبقى حرفيا ولعت في القريه كلها، وقوتهم بتكون كبيره بشكل مش طبيعي. وبيستوعب فت انه قدامه وحوش ما قابلش زيهم في حياته قبل كده، وبيقدر السيف انه يوجه فت ويعرفه يعمل ايه بالظبط. وفعلا بيقف فت قصادهم بكل شجاعه، وبضربه واحده من السيف بتاعه بيمحيهم من الوجود، وبيقطع التعويذه الناريه بتاعتهم. والمشكله كلها بتبقى في القائد بتاعهم اللي قوته بتبقى اضعاف من الوحوش العاديه، وبيعرفوا السيف ان فرصته في انه يقضي عليه هتكون كبيره جدا لما يقرب منه ويدخل معاه في قتال مباشر. وفعلا اول ما الوحش ده بيقرب فت بيجازف بحياته وبيهجم عليه بسرعه ومهاره كبيره، وعن طريق السيف بيديله الضربه القاضيه اللي بتخلص عليه خالص. مش طبيعي الواد ده يا جدعان. وطبعا كل قوه الوحش دي بتنتقل للسيف على طول. وتاني يوم بيقف فت مع ست وبيشوفوا الحاله اللي وصلت لها القريه بعد ما بقت عباره عن شويه رماد، وكل طبعا اللي كانوا فيها ماتوا ما عدا هو وكام واحد بس اللي قدروا ينجوا من هجوم الوحوش. وبيقدر فت يعرف من خلال مهارات التعرف ان الارض دي خلاص اتدمرت ومستحيل يقدروا يزرعوا فيها تاني. وبيعرف ست ان القريه دي ما ينفعش يعيشوا فيها، وبيقول ست انه هيسافر للمدينه ويدور هناك على شغل عشان يقدر يعيش هو وبنته. وبعدها بيطلب طلب غريب من فت، وهو انه يضربه بالقلم كاعتذار يعني عن اللي عملوه معاه زمان. وفت طبعا مش بيكذب خبر، وبعزم ما عنده بيديله في وشه على طول، بيوقع له صف اسنانه، وشكله كده كان شايل ومعبي عيني من زمان، لكنه بيسلم عليه في الاخر وبيودعه وبيتمنى له الخير هو وبنته. وتاني يوم بيكمل فت طريقه وبيروح لجاليا. والغريب بقى ان بدل ما يدفع هو للسواق ده، السواق هو اللي بيدفع له فلوس عشان لو حصل اي حاجه في الطريق يقدر يحميهم. وده طبعا بعد ما شاف قوته الكبيره ضد الوحوش اللي كانت في القريه، وتقريبا كده يعني كان قلبه حاسس. وفعلا بيهجم عليهم مجموعه من قطاع الطرق وبيطلبوا منهم يدوهم كل اللي معاهم لو عايزين يخرجوا من هنا عايشين. والسواق اول ما بيشوف الكلام ده بيمسك في فت بايده واسنانه وبيقول له الحقنا وحياة ابوك انا عايز ارجع لعيالي سليم. وبيستغلوا قطاع الطرق انه هيموت من الرعب كده، وبيهجموا عليهم عشان ياخدوا كل حاجه بنفسهم. لكن قبل ما يعملوا كده بيطيروا في الجو بسبب الفاس اللي اتحدف عليهم ده، واللي بيكون فاس البنت اللي من جاليا اللي شفناها في الاول. ومن غير كلام كتير بتطلب منهم انهم يوصلوها معاهم في طريقهم، وطبعا مش بيرفضوا لان هي اللي انقذتهم. وفي العربيه بتعرف فت على نفسها وان اسمها ماين، ولما بيعرفها فت على نفسه بيتفاجئ بانها عارفاه اصلا. ولما بيسالها عرفته منين بتعرفه ان هي كمان بتمتلك مهاره من الخطايا السبعه، ومهاراتها هي الغضب. وطبعا فت يعني مش بيكون فاهم كلامها، وبتستغرب ماين ان السيف ما حكاش ليه الحكايه من البدايه، ومش بيلحقوا يكلموا كلامهم وبيوصلوا اخيرا لمدينه جاليا. وبيبقى فت وصل قبل روكسي بكتير، وبيديله السواق الفلوس اللي وعدوا بيها، وبتاخدها ماين بداله لانها شايفه ان هي اللي انقذتهم. وفجاه بتروح ماين في النوم من كتر التعب، وبيضطر فت ان هو ياخدها على ظهره ويلف بيها في المدينه عشان يشوفوا مكان يقعدوا فيه لحد ما روكسي توصل. وهو ماشي في الطريق بيلاحظ حاجه غريبه، وهي ان كل سكان المدينه دي في علامه غريبه على رقبتهم لكنها بتكون مختلفه من شخص للتاني. وفي اللحظه دي السيف بيحكي له ان كل علامه من دول بتعبر عن مكانه اجتماعيه مختلفه عن الثانيه. وبعد فتره بيلاقي فت فندق اخيرا وبيحجز اوضه فيه، وفي الوقت ده بيسال فت السيف عن الخطايا السبعه المميته اللي ماين اتكلمت عنهم. وبيحكي له السيف ان في 7 خطايا موجودين على الارض، ومنهم الشراهه والكسل والجشع والغضب والشهوه وكمان الغرور والحسد. والسبعه دول هم ضد الفطره اللي احنا اتخلقنا بيها، وعشان كده يعتبروا من الخطايا المحرمه اللي بتأذي صاحبها لو ما قدرش يتحكم فيها كويس. وساعتها بيحس فت بالحزن ومش بقى فاهم هو ليه عنده خطيئه من الخطايا السبعه، وبيضطر يقتل الوحوش عشان يشبع رغباته، وشايف انها قوه ملهاش اي لازمه. لكن السيف بيهديه وبيقول له ان ده مش وقت عواطف خالص، وما ينفعش يفكر بالطريقه دي، ولازم يكون قوي عشان يقدر يقاوم نفسه. وفعلا بيقتنع فت بكلامه، وفي نفس اليوم بالليل بينزل عشان يصطاد الوحوش ويشبع الجوع اللي عنده. وبيعرفوا السيف انه لازم يقتل الوحوش دي بهدوء، وده عشان ما يحسش بالشبع بالكامل لان ده ممكن يأذيه جدا. ولما بيواجه فت اول وحش ليه بيكتشف ان المدينه دي الوحوش اللي منتشرين فيها هي وحوش الرمال، وبيقدر فت عن طريق السهم السحري ان يخلص على اول وحش بكل سهوله. وساعتها بيسمع صوت فرسان بيتألموا، ولما بيروح لهم بيلاقي انهم بيواجهوا زعيم وحوش الرمال ومش عارفين يعملوا معاه اي حاجه بسبب ان قوته كبيره جدا. وبيتدخل فت بسرعه وبيحارب زعيم الوحوش وبيستخدم السهم السحري بتاعه، لكن المشكله ان المره دي مش بيأثر فيه خالص، وده بسبب ان هو بيقدر يحلل نفسه ويرجع لشكله الطبيعي اللي هي الرمال اللي في الارض. لكن بيقدر فت انه يشوف البلوره السحريه اللي بتتحكم في الوحش، وساعتها بيستخدم السيف بتاعه وبيدمرها خالص. وبيقدر اخيرا انه يقضي على الوحش ده، وده بيخلي كل الفرسان مبهورين بيه وبقوته، وبيفضلوا يشكروا فيه انه انقذهم. وبيكون فت لابس القناع بتاعه ومحدش بيقدر يتعرف على هويته الحقيقيه. وبعد ما فت بيشبع على الاخر بيرجع مره تانية للفندق، وبيلاقي ماين بتجهز عشان نازله تحارب وحش الرمال، وبتتعصب جدا لما بتعرف ان فت قتله لانه كده هياخد هو المكافاه اللي هي كانت عاوزاها من الاول. وعشان فت طبعا رجوله وعشان برضه يتقي شرها، انت فاهم يعني البنات عاملين ازاي، بيوافق ان هي تاخد نصها. وفعلا بينزلوا عشان ياخدوا المكافاه بتاعتهم، وهم راجعين بيقاطعهم الفارس رودولف وبيقول لفت تعمل حسابك، انت من النهارده بقيت
الخادم بتاعي، ومش بيديله فرصه انه يرفض حتى، ومش بتوافق ماين وبتقول له ان فت الخادم بتاعها هي، لكن مش بيهتم رودولف بكلامها وبيبقى شايفها مجرد طفله وخلاص. وبتتضايق ماين من طريقه كلامه جدا وبتضربه بالفاس بتاعها ضربه قويه بتطيره من المبنى خالص، وبياخدها فت من ايديها وبيمشي بسرعه قبل ما تلبسهم في مصيبه. وبعدها بيركبوا في عربيه عشان يكملوا رحلتهم الاساسيه. وفي الطريق بيلاحظ فت ان ماين بتاكل كميات كبيره من الاكل في وقت قصير جدا، وبيسالها انت متاكده ان مهارتك هي الغضب مش الشراهه؟ بتعرفه ماين ان الغضب بيحرق سعرات كتير وعشان كده هي لازم تاكل كميات كبيره جدا من الاكل. بيقول لها فت انا مش عارف انت بتودي الاكل ده كله فين، وانت كلك على بعضك قد كده اصلا. ولما بتسمع ماين الكلام ده بتحس انه بيستهزأ بيها وشايفها عيله صغيره، وبتحس بغضب شديد لدرجه ان قوتها بتزيد جدا وبتكسر عجلات العربيه. وبعدين بقى فالحه هتروحوا ازاي؟ وحرفيا بيحتاج انهم يقفوا بعدها يومين عشان يعملوا السنه للعربيه وتقدر ترجع تمشي من تاني، وده طبعا هيكلفهم فلوس اكتر. ولحسن الحظ بيكونوا قدام قريه صغيره وبيقرر فت ان هم يقعدوا فيها لحد ما العربيه تتصلح وبعدها يكملوا طريقهم مره ثانيه. واول ما بيدخل بيلاحظ ان القريه هاديه خالص على عكس باقي القرى اللي حواليهم، وده بسبب انها قريبه جدا من مدينه جاليا وتهديد الوحوش ليهم اكبر. ولما بيقرب بيلاحظ وجود قلعه كبيره وبيعرف انها فاضيه ومفيش فيها اي حد، وبيقرر فت انه يدور على عمده القريه دي عشان يعني يستأذنوا ويفضلوا هنا لحد ما العربيه تتصلح. ولما بيشوف الشخص العجوز ده وبيساله عن مكان العمده بيطلع ان هو العمده اصلا، وبيستغرب فت جدا لما بيلاقيه لابس لبس الفرسان المقدسين وكمان معاه سيف مقدس، وبيعرفوا السيف بتاعه انه شكله كده هو اللي بيحمي القريه دي من اي هجوم او خطر بيهددهم. وبيقول له العمده لو عاوز تقعد في القريه هنا فتره فلازم تبارزني الاول. ولما بيستخدم عليه مهاره التعرف بيقدر يعرف قوه فت الحقيقيه ومستواه، وبيطلع فت السيف بتاعه رغم ان هو خايف منه لكنه بيوافق انه يبارزه. وواحده يمين على واحده شمال بيقدر العمده انه يهزمه ويوقع السيف بتاعه على الارض. وبيفهم فت ساعتها انهم مالهمش مكان هنا ويمشوا بكرامتهم احسن، لكن العمده بيمنعه وبيقول انه حاسس انهم ما اتقابلوش كده صدفه وخلاص، وبيوافق انه يقعد معاهم في القريه لكن بشرط واحد بس، وهو انه يدربه على فنون القتال طول ما هو قاعد معاهم. وفت طبعا بيكون مستغرب ومش فاهم هو ليه عاوز يدربه، وبيقول له العمده انه بالرغم من ان هو لسه في المستوى الاول الا انه شكله اقوى من كده بكتير، لكنه للاسف مش بيعرف يستفيد من مهاراته بشكل كويس. وبيفضل فت يفكر وبيكون شايف ان في حاجه مش طبيعيه، هو ليه عاوز يساعده كده بدون مقابل، لكنها برضه فرصه كبيره بالنسبه له. هو مش كل يوم بيقابل فارس وبيرد عليه يدربه ويساعده، وبيقرر فعلا ان هو يوافق على طول. وبيبدا يعرفه العمده على نفسه وان اسمه هارون. وبعد شويه بتكون ماين نايمه في 7 نومه وبترتاح من الطريق، وفت بيكون مع هارون وبيبداوا التدريب. واول حاجه بيعلمها له هارون هي فنون القتال بدون اسلحه او اي مساعده، وبيعرفه ان قوه الفارس الحقيقيه بتبدا من مهاراته في فنون القتال بدون اسلحه. وبيبدا هارون ان هو يعلمه ويعرفه على الطرق الصحيحه اللي يستخدمها اثناء القتال وايه هي الحركات السريعه اللي يستخدمها ضد خصومه. وفي البدايه كان فت بطيء ومتوتر، لكن بعد كده بيبدا يتحرك بسرعه ومهاره، وده بسبب ان مهاره الشراهه اتفعلت عنده وخرجت عن السيطره لدرجه ان لون عينه اتغير، وهارون كمان كان لاحظها. وعشان كده بيقرروا يوقفوا تدريب النهارده ويكملوا بعدها بكره. ولما بيدخلوا للبيت بيحس فت بوجود وحش وبيشم ريحته وبيشك انه موجود في القلعه دي، لكن بينادي عليه هارون عشان يدخلوا وبيتجاهل فت الموضوع وبيدخل معاه. واول ما بيدخلوا بيتفاجئوا بماين وهي نايمه بعد ما اكلت كل الاكل اللي في المكان، وفت عينه مش بيعرف يودي وش منه فين، لكن بيخرج هارون عشان يجيب اكل تاني. وفي الطريق بيبص للقلعه بحزن وبيفضل يفكر في الماضي في نفس الوقت اللي بيكون فت واقف قدام صوره هارون مع عيلته، وبيلاحظ ان ابنه شبهه بشكل كبير، وبيستغرب ان هو ما شافش اي حد من عيلته لحد دلوقتي. وبيقول السفر انا دلوقتي فهمت هو ليه كان عايز يدربك كده وبدون اي مقابل. وبينتهي اليوم على كده، وتاني يوم بيبداوا التدريب ومستوى فت بيتحسن بشكل كبير وبقى يقدر يتحكم في قدراته بشكل احسن. وعلى الغدا بيعرفوا فت انهم هيمشوا بكره خلاص، وبيشكروا على استضافته ليهم وانه دربه بدون اي مقابل. وبتفضل ماين تاكل ومش بتبقى مركزه في حاجه تاني، وبتقول انها لازم تتغدى عشان وراها مهمه. وساعتها بيبص هارون للقلعه بحزن، وفت بياخد باله ان هو فعلا متضايق وحزين، وبيساله عن حكايه القلعه دي، وبيحكي له هارون انها منطقه هاوزن والقلعه دي كانت بتاعته. وبيعرفه انه من 15 سنه القريه دي كانت قويه جدا وكان هو القائد بتاعها، وفي يوم كان عنده مهمه واضطر انه يسيب منطقه هاوزن بسبب اوامر ملكيه، وطلب من ابنه انه يحمي القريه دي لحد ما يرجع مره ثانيه. وساعتها هجم وحش قوي جدا على القريه وعيلته كلها ماتت. ومش بس كده، ده كمان الوحش ده قدر يقضي على كل اللي كانوا عايشين في القلعه. ومن اليوم ده والوحوش دي مسيطره على القلعه ومش قادر ان هو يدخلها. وساعتها بيحس فت بحزن جديد على قصه هارون وبيستأذن منهم وبيخرج بره، وبيقرر انه هيدخل للقلعه دي ويقتل كل الوحوش اللي فيها. وبيخرج وراه هارون وبيعرفوا فت انه هينضم ليه عشان يقدر يرتاح من الماضي اللي بيطارده ده ومش عارف ينساه. وبتعرض ماين على هارون انها تحمي القريه في غيابهم لكن بمقابل 50 قطعه ذهبيه، الشغل شغل برضه. واول ما بيوصلوا للقلعه بيقدر فت يستخدم السهام السحريه بتاعته وبيقضي على كل الوحوش الموجوده. ولما بيدخلوا بيتصدموا من شكل القلعه لان شكلها كانها لسه مبنيه ومش مهجوره. والمفاجاه الاكبر بقى لما بيطلعوا الدور الثاني وبيلاقوا
وبيلاقوا ان مرات هارون وابنه وباقي الخدم موجودين عادي وعايشين، وبيرحبوا بهارون وبيقولوا انهم كانوا مستنيينه بقالهم كتير جدا. وهارون مش بيبقى مصدق اللي شايفه ده وحاسس ان هو بيحلم، لكن الفرحه مش بتبقى سايعاه انه شايف اهله قدامه مره تانية. وفته هو كمان بيحس ان اللي بيحصل ده مش طبيعي، وبيسال السيف لو فاهم اي حاجه، وبيقول له السيف ان دي تعويذه وهم وهم ميتين وشبه موت من زمان. واللي بياكد على كلامه ده لما بيمسك ابن هارون السيف بتاعه وبيبدا يهاجم ابوه، وبيكون مصمم ان هو يقتله وينتقم منه زي ما هو مات بسببه عشان ما كانش مهتم بحاجه غير الشغل. وبيبقى فته عاوز يقتلهم وينقذ هارون، لكن بيعرفوا السيف بتاعه انه لو عمل كده ارواحهم مستحيل ترجع مره تانية ومش هيلاقوا الراحه ابدا. وبيطلب منه هارون يسيبه هو يتعامل مع عيلته، وبيسمع فت الكلام وبيخرج يبحث عن زعيم الوحوش عشان يقتله. وفعلا بيلاقيه وبيكون مستخبي وسط ارواح كتير من البشر، وقوته بتكون كبيره جدا، وبيستخدم فت قوه بسيطه عشان ما يسحبش ارواح باقي البشر ويأذيهم، لحد ما بيروح له هارون وينضم ليه عشان يساعده في انهم يقضوا على الوحش ده. وعشان هارون ما عندوش مهاره الشراهه بيقدر انه يستخدم كل قوته من غير ما يأذي البشر الموجوده. وبياخد فت سيف ابن هارون وبينضم ليه، وبيتحدوا مع بعض وبيقدروا اخيرا يخلصوا على زعيم الوحوش. وبعد ما كل حاجه بترجع لطبيعتها بتظهر ارواح عيله هارون مره تانية، وبيعتذر لهم هارون على اللي عمله، وانه كان المفروض يحطهم في اولوياته وما يسيبهمش ابدا، لكنهم بيسامحوه وبيقولوا ان دي ما كانتش غلطته ابدا، وان هو بس كان مجرد بيأدي واجبه والمفروض يكونوا فخورين بيه. وفي الاخر بيودعهم الوداع الاخير، وبيكون فت واقف وراه وشايف الوداع ده وهو متاثر، وفي نفس الوقت بيحميه من الوحوش اللي بتحاول تبوظ اللحظه دي. وبعد ما ارواح عيله هارون بتختفي بترجع القلعه لشكلها المهجور مره تانية، وبينزل هارون وفت عشان يواجهوا باقي وحوش القريه، وبيقدروا ان هما الاثنين يخلصوا عليهم بكل سهوله. وتاني يوم بيرجعوا للقريه وبيدي هارون لماين الفلوس اللي اتفقوا عليها، وبيقول لها كمان انه كان بيشبه عليها، لكن دلوقتي هو افتكرها وانها كانت بتساعده في حرب من 50 سنه للدفاع عن القريه، وبيشكرها وبيتمنى انه يوصل لقوتها في يوم من الايام. وبترد عليه ماين بهدوء انه هيحتاج 1000 سنه من التدريب عشان يوصل لقوتها ومهارتها. وكل ده فت مصدوم من اللي بيسمعه. بقى ماين اللي مش باينه من الارض دي عاشت كل ده، وبتعرفه ماين ان امها مش بشريه عاديه، دي روح جواله ومش مكتوب عليها الموت وتقدر تعيش لالاف السنين. وطبعا ده بيصدم فت اكتر. وقبل ما بيمشي بيودع فت هارون، وبيطلب منه هارون انه يرجع للقريه مره تانية بعد ما يخلص مهمته عشان في معلومات مهمه هو لازم يعرفها. وبيوعده فت انه هيعمل كده وهيرجع فعلا مره تانية. وبنرجع للعاصمه مره تانية وبنشوف مين من الغرفاء بعد ما رجعوا بعد رحله بحثهم عن مركب الخلود، وفعلا بيقدروا يوصلوا لحجر الخلود اللي بيشفي من اي جروح، وبيكونوا فرحانين جدا انهم قدروا يعملوا كده. ووقتها بيلاحظوا انهم ما شافوش هادو من ساعه ما وصلوا العاصمه، وبتجي لهم اخبار ان هادو مات وجثته بتقول ان اللي قتله هو محارب، وبيعرفوا انه مات على ايد الفارس المشهور المعروف باسم الليتش. وطبعا الخبر ده بيضايقهم جدا، وبيصمم رافال انه يلاقيه عشان ينتقم منه. وبنرجع لروكسي واللي معاها مره تانية وبيوصلوا لقريه هوزان اللي زي ما احنا عارفين فت لسه ماشي منها من شويه، وبيقفوا قدام القلعه وبتكون روكسي عارفه ان هارون هو اللي كان القائد بتاعها، ودلوقتي اللي بيتحكم فيها هم الوحوش. ولما بيقربوا منها اكتر بيلاحظوا انها فاضيه وهاديه تماما، وبيفكروا في انها اكيد اتحررت من قريب. وبيروح لهم هارون يرحب بيهم، وبتتفاجئ روكسي انه عارفها، وده لانه كان على علاقه بوالدها ووالدتها زمان. وبتساله روكسي لو قدروا يخلصوا على زعيم الوحوش ويحرروا القلعه منهم، وبيعرفها هارون انه ما عملش كده لوحده، لكن في شاب ساعده ولولا ما كانش هيقدر يعمل حاجه. اما موجان بقى فبيبقى بيحب هارون جدا وشايفه مثله الاعلى، وكان نفسه من زمان يقابله. ولما بيعرف انه هزم زعيم الوحوش مع واحد كمان بيتحمس جدا، وبيقول انه اكيد قوي وعنده مهارات كتير. وبتقول ماريا بكل حماس انها عايزه تشوفه، وبيعرفهم هارون انه لسه ماشي من شويه، وبتطلب منه روكسي يعرفهم على اسمه او اي معلومات عنه لانها لازم تبلغ العاصمه عن ازاي تم القضاء على زعيم الوحوش. لكن بيرفض هارون وبيعرفها انه مش هيقدر يعمل كده، وده بسبب ان فت طلب منه انه لو اي حد جه وسال عليه يقول انه ما يعرفش حاجه عنه. وبتفهم روكسي وجهه نظره وبتستاذن عشان يمشوا، وبيسالها هارون لو رايحين لجاليا، وبتستغرب روكسي جدا لانها ما ذكرتش خالص انهم رايحين لهناك. وبيقول هارون ان ما فيش سبب يخلي فارسها المقدسه تيجي لهنا غير عشان كده. وبيسالها لو عيله فيدريك هم اللي خلوها تروح في البعثه دي، لكن روكسي بتنكر الكلام ده وبتقول ان ده قرارها هي. وبيقول لها هارون ان ده كلام وخلاص وانهم لعبوا في دماغها عشان تروح البعثه دي، لكن روكسي مش بتكون مهتمه، وبتقول ان اهم حاجه عندها انها تحمي الناس اللي موجوده هناك بغض النظر عن اي حاجه. وبيفاجئها هارون بان عايز يدربها عشان تعرف ازاي تقاتل في جاليا، وبتفرح روكسي جدا بطلبه ده وبتوافق على طول وبيبداوا التدريب. وبيلاحظ هارون انها كانت متدربه كويس على ايد والدها وكمان بتعرف تقاتل، وبيكون عند روكسي هدف واحد وهي انها تبقى اقوى من نسختها دلوقتي. وبنرجع مره ثانيه لفت وبتاخده ماين لمكان غريب وكل حاجه فيه متدمره ومش بقى فاهم ايه اللي جابهم هنا. وبتحكي له ماين انها اتولدت في المكان ده لكنها اتنقلت للعاصمه الامبراطوريه بعد ما اتولدت على طول، فمش فاكره اي حاجه لكنه برضه مكان مهم بالنسبه لها. وبعدين بتاخده المكان تاني وبيشوف فت شرنقه كبيره جدا ومش بيكون فاهم ايه الموجود جوه الشرنقه دي. وبتبدا ماين تشرح له انه من زمان العلماء كانوا بيعملوا تجارب
تجارب بيولوجيه على الوحوش، وهي انهم بيجمعوهم كلهم في وعاء واحد عشان يعرفوا مدى قوتهم ومستواهم. والوحوش دي كان اسمها الكيميرا، وكانت خطيره جدا لدرجه ان حرفيا محدش يتخيلها. ولحسن الحظ انهم قدروا يتخلصوا من كل وحوش الكاميرا، ومفيش غير الوحش ده اللي لسه موجود. وبتطلب منه ماين انه يساعدها في انهم يقضوا على الوحش ده، وبيوافق فت على طلبها على طول. وعشان كده بتبدا ماين هي بالهجوم الاول، وبتضرب الشرنقه اللي وحش الكاميرا موجود فيها. ولما بتدمرها بيكون جواها وحش ضخم مختلف تماما عن اي وحش شافوه قبل كده. وبيتصدم فت جدا لما بيركز، وبيلاقي مركز الوحش ده بنت متكتفه، ده غير ان عينيها نفس شكل عيون فت. وبيعرف ساعتها ان هي كمان عندها مهاره من مهاره الخطايا السبعه، وعشان كده بيحذروا السيف انه يبعد عينه عنها خالص والا هتجمده في مكانه. وبيعرف فت من ماين انه لازم يقتل البنت دي لانها مركز قوه الكاميرا، لكن بيرفض فت لانه لو عمل كده روحها مش هترتاح ابدا. والكلام ده بيخلي ماين تقول له ما تخليش المظاهر تخدعك، البنت دي وحش قوي وبتستخبى تحت شكلها ده بس، ولو فضلت بالسذاجه دي انت اللي هتموت. وفي اللحظه دي بيهجم عليهم الكاميرا وبيحدف عليهم كره ضخمه جدا من النار، وبتقدر ماين تتفاداها وتدمرها قبل ما توصل لهم. وبتقول لفت انهم لازم ينفصلوا وكل واحد يحارب الكاميرا من ناحيه، لكن للاسف من غير اي فايده لانه بيقدر يجدد نفسه مره ثانيه عادي. وفت مش بقى فاهم هم ازاي هيقدروا يهزموا حاجه زي كده اصلا. وفي اللحظه دي بتهجم ماين على الكاميرا بالفاس بتاعها واللي قوته بتبقى اكبر بكتير، وفجاه بيسمعوا صرخه كبيره من جوهر الكاميرا، وبتعرف ماين ساعتها انها لسه هتنمو وتكبر اكتر. وبيحس فت انه ملوش لازمه ومش عارف يعمل حاجه، وكده هيبقى ملوش اي حق في انه يحمي روكسي. وبتقطع ماين تفكيره وبتقول لفت انها هترميه بالفاس بتاعها للكاميرا وهو يوصل لها ويدمر الجوهره اللي بتتحكم فيها. وفعلا ده اللي بيحصل، وبترمي ماين فت في اتجاه الكاميرا اللي وقتها بترمي عليه كره كبيره من النار. لكن برضه فت مش بيستسلم ومش بيبقى عنده مشكله يموت، المهم انه يقتل الوحش ده. وفعلا بيوصل فت لجوهره الكاميرا وباستخدام السيف بيقدر يطعنها ويقتلها. لكن ساعتها بتحصل حاجه غريبه جدا، وده لان فت بيلاقي نفسه في مكان غريب وبيقدر يشوف مشاهد من حياه البنت اللي في الجوهر القديمه، واللي بيظهر فيها انها كانت تعرف ماين. وفعلا بتنتهي حياه الكاميرا وبيكسب فت قوتها، الا انه بيحس بحزن شديد رغم القوه اللي هو بيوصل ليها. لكن بيطمنه السيف وبيعرفه انه ده شعور طبيعي بعد ما كان واحده من بني جنسه. وبعدها بيروح فت الماين اللي بتكون واقفه قدام القبر اللي عملته لجوهره الكاميرا، وبيستغرب جدا وبيسالها لو كانت تعرفها من قبل كده. بترد عليه ماين وبتقول ان ده موضوع طويل وعدى عليه سنين، وبترفض تقول عليه اكتر من كده. وبيحس فت ساعتها انه ممكن يبقى وحش في يوم من الايام زيها، وبيطلب من ماين انه لو فقد السيطره على نفسه في يوم من الايام تقتله على طول، لان هي الوحيده اللي هتقدر توقفه ساعتها. وبتتاثر ماين من كلامه وبتحضنه وبتوعده انها هتقتله لو ده حصل. وبعد كده بتعرفه ماين انها هتفضل هنا عشان وعدت الباقي انها هتبني ليهم قريه خاصه بيهم هم بس، لكن اكيد هيتقابلوا مره ثانيه. وفي اللحظه دي بيترقى السيف للمستوى الثالث وبيكون اقوى بكتير. وفي نفس اليوم بيوصل فت المدينه الجديده اللي هي بابليون، اقرب مدينه لجاليا. ولما بيدخل فت المدينه بيتصدم من اسعار الحاجه المبالغ فيها جدا، وفي نفس الوقت بيسمع صوت ترحيب شديد وناس كتيره متجمعه، وبيتفاجئ بروكسي اللي لسه واصله للمدينه. وفي الوقت ده بيقدر فت يسمع صوت حد من الموجودين وهو بيقول انه اخيرا جه الوقت اللي روكسي هتموت فيه. فتفتكروا مين الشخص ده وناوي على ايه بالظبط. وبيجي تاني يوم وبيجي الفارس نورزن اللي كان مسؤول عن النظام في مدينه بابليون في غياب والد روكسي، وبترحب بروكسي وبتشكره على خدمته، لكنه بيبقى مكسوف من نفسه لانه ما قدرش ينقذ والدها بالرغم من ان هو كان معاه. وبتطمنه روكسي وبتطلب منه يرفع راسه لانها خلاص جت هنا عشان تكمل اللي ابوها كان بيعمله، ولازم يتحدوا كلهم مع بعض ويكونوا ايد واحده عشان يدافعوا عن جاليا ضد الوحوش ويحموا الناس اللي فيها. وبتطلب روكسي من موجان وماريا يروحوا معاها ويتمشوا في المدينه. اما بقى فت فبيبقى ماشي مش طايق نفسه عشان مش عارف يشتري اي حاجه في المدينه دي ولا عارف يأجر اوضه ينام فيها حتى. ده حتى لما بيروح عشان يشتري جراب للسيف بتاعه عشان يحميه بيتصدم من السعر اللي بيكون 500 عمله ذهبيه، وساعتها بيتعصب جدا وبيبقى شايف انه كده بيتسرق، اصل دي مش اسعار طبيعيه يعني. وبيقرر فت انه لازم يعمل كام مهمه لقتل الوحوش عشان يقدر يشتري اي حاجه في المدينه دي، وعشان كده بيروح للغابه على طول. وهناك بيلاقي ريحه فظيعه ووحشه جدا، وبيقول له السيف ان ده بسبب جثث الوحوش الموجوده في كل مكان، ده غير الطحالب السامه الموجوده. وبيحذروا السيف ان في مجموعه من الوحوش داخله عليهم واللي هي وحوش الأورج، وهو نوع من الوحوش المنتشره في كل مكان في غاليا، واللي بيكونوا اذكياء جدا وبيبداوا هجومهم بكل تركيز ودقه. وبيستعد فت انه يواجههم ويظهر المهارات القتاليه اللي علمها له هارون، لكن قبل ما يعمل كده بيتفاجئ بمجموعه من الفرسان وهم بيهجموا على الوحوش دي، ولسوء الحظ بتيجي مجموعه تانية من الوحوش، وهنا فت بياخد فرصته وبيهجم عليهم. وبتبدا الوحوش دي انها تضرب على فت كرات من النار، وبيقدر فت انه يصدها ويدافع عن نفسه باستخدام الدرع السحري اللي بيبقى شبه الحصن ده، وفعلا بيقدر انه يحميه من كل حاجه. وبيبدا فت هجومه القوي، وطبعا مش بيكون في مقارنه بين الاثنين، وبيقدر يخلص عليهم واحد واحد. وبعد ما بيخلص كل حاجه بيقول له السيف يلا يا عم خد ودان الوحوش دي خلينا نشوف اكل عيشنا. وفعلا فت بيعمل كده وبيرجع المدينه مره ثانيه، ولما بيروح يبيعها مش بيكونوا مصدقين انه معاه كل الكميه دي لوحده، وكل الموجودين بيتضايقوا منه وبيشوفوا ان الغنايم دي من حقهم هم، مش عارف من حقهم هم ازاي، هم ما عملوش حاجه بس ما علينا. ولما واحد فيهم
بيحاول ياخدهم منه بيعلمه فت الادب، وبيقدر انه يبعد كل الموجودين عنه، وبيبيع الغنائم دي بفلوس كتير. وقبل ما ياخدهم ويمشي بيتفاجئ بروكسي قدامه وهي متعصبه جدا، وبتساله لو هو المسؤول عن الفوضى اللي حصلت دي، لكنها بتهدى بعد كده لما بتعرف انه كان بيدافع عن نفسه وبس، وانهم هم اللي بدأوا بالهجوم، وبتقرر فعلا انها تسامحه ومش هتعاقبه باي عقاب المره دي. وطبعا روكسي مش بتكون عارفه عشان بيبقى لابس القناع وخفى هويته الحقيقيه، وبتبدا انها تساله عن اسمه، وبيقول لها فت ان لقبه هو الجثه، وبتستغرب روكسي من اسمه لكنها مش بتهتم، وبتطلب منه ما يعملش مشاكل تاني. واول ما روكسي بتخلص كلامها بيمشي من قدامها على طول، وكلهم بيكونوا مستغربين منه لانه بيكون مكسوف من اللبس المبهدل اللي لابسه، وبيقول مجنن انه رفيع وشكله ضعيف جدا، فازاي قدر يهزم كل الوحوش دي. وبيفضلوا كده في حيره كبيره. اما فت وهو ماشي في الطريق بيقابله جين اللي بيكون مبهور بيه وبقوته، بالذات بعد الوحوش اللي هزمها دي، وكل المدينه بقت بتتكلم عنه. وبيكون جين فاتح محل للسيوف والحاجات بتاعه الحرب، وبيطلب من فت انه يستخدم الحاجات بتاعته في المعارك اللي هيدخلها بعد كده، بما انه يعني بقى فارس مشهور وهو لسه بيبتدوا مشروعه، فهم الاثنين يستفادوا من بعض. وفت بيعجبه العرض ده جدا وبيوافق على طول ان هم يشتغلوا مع بعض. ولما بياخد فت العده كلها وبيغير لبسه بيتفاجئ ان جين بيقول له كده الحساب 80، وبيستغرب لانه كان فاكر انه مش هيدفع حاجه عشان يعمل له اعلان وكده يعني، لكن بيدفع في الاخر نص المبلغ عشان ما يبقاش منصوب عليه. وبيخرج فت من المكان وهو مش طايق نفسه وشايف ان الفلوس اول ما بتيجي بتصرف على طول، وبيقرر انه يدلع نفسه ويروح يتغدى وخلاص. وفي الطريق بيلاقي حانه مليانه ناس، وبيكون فاكر ان العدد ده بسبب حلاوه الاكل، لكنه بيتفاجئ لما بيدخل وبيلاقي الناس كلها متجمعين حوالين بنت جميله جدا. والغريب انه لما بيقرب منها بيحس بحاجه غريبه وكانه مش قادر يشيل عينه من عليها، وبيتصدم اكتر لما بتقرب منه وبتناديه باسمه برغم انه لابس القناع، لكنها بتقول له انهم قرايب وطبيعي ان هي تعرفه. وبيعرف فت ساعتها ان عندها واحده من الخطايا السبعه واللي هي مهاره الرغبه، وده بيخلي اي حد يبص لها ما يقدرش ان هو يشيل عينه من عليها تماما. ولما بيقعدوا مع بعض بتعرفوا على نفسها وان اسمها اريس، وكمان كانت مراقباه من زمان من ساعه ما كان في العاصمه، وكل من هب ودب كان بيهزق فيه، وكل مره كانت بتبقى عايزه تكلمه فيها كانت بتمنع نفسها. وبتكمل كلامها وبتعرفه انها مش بس عندها واحده من الخطايا السبعه دي، كمان فارسه مقدسه ومن اهم حراس المملكه، وعشان كده وضع المملكه بالنسبه لها مهم جدا، وده اللي خلاها تفكر في انها تقتل روكسي. والكلام ده طبعا بيقع على فت زي الصعقه، وبيتعصب عليها جدا وبيقول لها ايه اللي انت بتقوليه ده، لكن بترد عليه اريس بكل برود وبتساله لو يعرف خاصيه الكراهيه. الكراهيه دي بتحصل بين الوحوش، ولما بيتقتل وحش بتفضل كراهيته مستمره وبتتجمع واحده ورا الثانيه بعد موت الوحوش لحد ما بيصنعوا وحش متوحد وقوي جدا. والظاهره دي موجوده في البشر هم كمان، لان البشر اللي بيعيشوا حياتهم في الظلم والقهر بتتولد عندهم كراهيه شديده، ومحدش بيقدر يقلل الكراهيه دي عندهم غير الفارسه روكسي، لان هي الوحيده اللي بتعاملهم كويس، وده اللي بيخلي طاقه الكراهيه تقل عندهم. لكن لو روكسي مش موجوده فده هيزود طاقه الكراهيه عندهم لاقصى حد، لدرجه ان البشر دول هيتحولوا لبشر بقدرات اقوى بسبب الكراهيه، وده اللي هم عايزينه. وبعد ما بيسمع فت الكلام ده بيتعصب اكتر، وبيقول ان روكسي الوحيده اللي بتعامل الناس كويس على عكس باقي الفرسان، وموتها مش هيكون كويس لاي حد، وبيسيبها بعدها وبيمشي. لكن بتقول اريس انها بدات الخطه خلاص ومفيش حد هيقدر يوقفها. وبيجي تاني يوم وبتقف روكسي مع جنودها والفارس نورزرن اللي بيعرفها انهم فقدوا الاتصال بقواتهم اللي راحت عشان تجمع المواد الخام في الوادي العظيم، وعشان المنطقه دي بتكون خطر بتقرر انها هتروح معاهم عشان ينقذوهم. اما فت فبيعرفوا جين انه مش هيقدر يصنع له جراب للسيف بتاعه لانه محتاج بلدورات سحريه ودي مش موجوده هنا خالص. وبيسالوا فت عن المكان اللي ممكن تبقى موجوده فيه، وبيعرفوا جين انها في جاليا، وبيقرر فت انه يروح لهناك ويجيب هو البلدورات دي بنفسه. وبيفرح جين جدا وبيعرفوا انه هيعمل له تخفيض كبير كمان، وبيديله خريطه كانت بتاعه المعلم بتاعه زمان لما كان بيجمع المواد الخام، وانه كده هيحتاجها. ولما بيشوف فت الخريطه بيلاقي ان المكان ده بعيد جدا قريب من الوادي العظيم، لكنه بيضطر انه يروح وخلاص. وبنرجع لروكسي والباقي ومش بيقدروا انهم يستخدموا البوصله في المكان اللي هم فيه ده، وبيقول موجان ان البوصله مش مهمه قوي وهيقدروا يلاقوا طريقهم باعتمادهم على القمر والنجوم، لكن للاسف السماء بتكون مغيمه ومش قادرين يشوفوا القمر. وماريا بتتعصب جدا وبتفكر انهم كده خلاص تاهوا في الصحراء، لكن روكسي بيكون عندها حل تاني، وبتقول انهم هيمشوا في الاتجاه اللي فيه وحوش القرب لانهم كده هيقدروا يوصلوا للوادي العظيم. وبيجي الليل وبنروح لفت اللي بيحاول ينام فوق الجبل لحد الصبح، وساعتها بيحلم حلم غريب جدا وبيشوف قدامه البنت اللي كانت في جوهره الكاميرا في مكان كله ابيض وبتحاول تكلمه، لكن للاسف فت مش بيقدر يسمعها. وفجاه المكان بيتحول وبيبقى كله دم، وبيشوف كل الوحوش اللي قتلهم في حياته. وفجاه بيظهر من تحته هادو والحرامي اللي قتله وبيشدوه لبركه الدم دي، وبيصحى فت على اخر لحظه وهو مش فاهم حاجه من الحلم ده. ولما بيفوق بيحس بوجود وحوش حواليه، ولما بيستخدم خاصيه التعرف بيشوف قدامه 4 وحوش ضخمه مختلفه عن وحوش القرب، وبيستعد فت للهجوم على طول وبيضرب عليهم بالسهام السحريه. لكن الغريب بقى ان الوحوش دي مش بتلتفت له حتى ولا حتى بيحاولوا يأذوه، وبيمشوا في طريق تاني وكأن كده في حد بيتحكم فيهم، وده بيخلي فت يستغرب جدا وبيقرر انه يمشي وراهم ويشوف بنفسه. والمفاجاه بقى ان الوحوش دي بتكون قصد روكسي واللي معاها، وبيهاجموا الخيام بتاعتهم وبيولعوا النار في المكان وبيبقوا عايزين يقتلوهم. وبتحاول ماريا انها تحمي روكسي من الهجوم ده، لكن
قوه الوحوش دي بتبقى اكبر منهم هما الاثنين. وقبل ما واحد من الوحوش دول يهجم على روكسي ويقتلها بيظهر فت في اخر لحظه وبيقدر انه يحميها وبيهاجم الوحوش دي وبيقدر انه يقضي عليهم كلهم وينقذ روكسي وكل اللي معاها. وبعد ما كل حاجه بترجع لطبيعتها كلهم بيشكروه ما عدا ماريا اللي مش بيبقى طايقاه لانها كانت عاوزه هي اللي تنقذ روكسي. وبيلاحظ فت حاجه غريبه في الوحوش دي وهي ان كلهم مرسوم نفس الشعار على دماغهم. وبتقول ماريا ان شكلهم كده كلهم مستهدفين روكسي وكانوا عاوزين يخلصوا منها، لكن روكسي مش بتهتم بالكلام ده ولا بتقتنع بيه وبتقول ان دي مجرد صدفه وخلاص. وبيشكروه بعدها تاني وكل واحد بيكمل طريقه. وبيروح فت المكان في الوادي كله زرع وخضره وحتى الهواء اللي فيه نقي. وبيتفاجئ بوجود وحوش متحجره شكلها غريب لكنه مش بيهتم لانه جاي هنا عشان يدور على البذرات السحريه ويرجع تاني. وساعتها بيشوف رايس قاعده بتتامل وبيستغرب هي ليه موجوده في المكان ده وبيمشي وراها عشان يراقبها لكنه للاسف مش بيلحق يوصل لها. وبيروح عشان يشوف ايه اللي رايس كانت مركزه معاه بالظبط وبيتصدم لما بيلاقي وحش كاميرا تاني لكن المره دي مش بيكون جواه جوهره وده معناه انه متعطل ومش هيقدر يتحرك. وبيلاحظ كمان وجود مكان ل3 وحوش كاميرا لكنهم مختفيين ومش موجودين في اماكنهم. وفجاه بيلاقي انفجار قوي جاي من وراه وده نفس المكان اللي موجوده فيه روكسي. وبيعرف ان في وحوش بتهاجم روكسي واللي بتكون وحوش الكاميرا وفعلا الهجوم بيكون قوي جدا عليهم ومش بيعرفوا يعملوا معاهم ايه. وفجاه بيظهر فت وبيقدر يسيبهم بالسهام السحريه بتاعته لكن للاسف زي ما احنا عارفين الوحوش دي بتقدر انها تتجدد مره تانية. وبيشرح لهم فت عن وحوش الكاميرا وانهم لازم يقتلوا الجوهره اللي بتتحكم فيه. وبتتحد روكسي مع فت وبيقدروا يوصلوا لجوهره اول وحش وبيقتلوه. والوحش التاني تقدر ماريا انها تسيطر عليه بكل قوتها لحد ما بيجي فت وروكسي وبيقتلوه هو كمان. ومش بيفضل غير وحش واحد وبيسال فت روكسي لو تعبت من القتال لكنها بتقول انها هتقتله هو كمان ومش هتستسلم ابدا. وبينطوا هما الاثنين في نفس الوقت عشان يقتلوه لكن لسوء حظهم الارض بتكون ضعيفه جدا من تحتهم وبتنشق نصين وبيقعوا هما الاثنين فيها. وبيحضن فت روكسي عشان ياخد هو الصدمه لما يجي يقعوا. وبعد شويه بيفوق وبياخد وقت كده عقبال ما يستوعب الموقف وبيسمع روكسي وهي بتندهه باسمه وبيستغرب جدا انها بتنده عليه وهو المفروض يعني مش معاها. ولما بيستوعب انه مش لابس القناع بيدور عليه بسرعه قبل ما تفوق وتاخد بالها منه. وبيقعدوا بعدها مع بعض وبتسال روكسي عن الوحوش دي وبيشرح لها فت انهم وحوش بيولوجيه تم صنعها في جاليا من الاف السنين. وبتسال روكسي هو عارف المعلومات دي منين بيقول لها انها من محاربه نجت من تدمير مدينه جاليا. وساعتها بتعرف انه يقصد ماين وبتقول ان الناس شافوها في رحله مع فارس مقنع وبيعرفها فت ان هو الفارس ده. وبتضحك عليه بعدها لما بتشوف توتره وبتقول انه بيفكرها بصديق ليها موجود في العاصمه وبرغم ان هو بعيد عنها لكنها حاسه انه قريب منها جدا وبتتمنى انه يكون مبسوط دلوقتي. وبيفهم فت انها تقصده بالكلام ده وبيقول لها ما تقلقيش عليه هو اكيد مبسوط ومستنيكي ترجعي. وفي الوقت ده بتنشط مهاره الشراع عند فت وعين لونها بتتغير وفجاه بيحس بوجود وحش الكاميرا وفعلا بيكون اساسه صح. وبيظهر وحش الكاميرا وبيهجم عليه فت وبيقدر يوصل لجوهرته بسرعه ويقضي عليه. ولما بيركز بيلاقي نفس الشعار مرسوم على راس الوحش ده وساعتها بيتاكد ان في حد بيحاول يقتل روكسي. وطبعا زي ما احنا عارفين بيفتكر كلام اريس وبيعرف ان هي اللي ورا كل ده. وبعدها بيكتشف ان الاحجار الكريمه اللي بيدور عنها موجوده في نفس الكهف وبياخد كل الكميه اللي محتاجها وبيخرج هو وروكسي من المكان وبيرجعها مره ثانيه للجيش بتاعها وبيشكروه ان هو انقذهم للمره الثانيه. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف فارس مقنع ماشي في المكان ده والقناع بتاعه بيكون فيه شبه من قناع فت. وبتعدي الايام وبتطلب روكسي من فت انه يدخل معاها في قتال قدام كل الموجودين. وفت طبعا مش بقى فاهم هو عمل ايه بالظبط وبتقول ماريا ان ده بسبب انه دخل في معارك مع اكتر من 50 محارب في المدينه دي وتسبب في مشاكل كتير وكلهم قدموا فيه شكوى ده غير الخسائر اللي اتسبب فيها. وبيحاول فت انه يدافع عن نفسه وبيقول ان هم اللي هاجموه الاول ومفيش واحد منهم هو اللي بدا بالهجوم عليه لكن بتقول روكسي ان حل الموضوع ده هو انه ينضم للجيش الملكي وساعتها مفيش حد هيقدر يضايقه او يتعرض له تاني لانهم هيكونوا عارفين ان هم هيتعاقبوا. لكن فت بيرفض الفكره دي لانه مش عاوز يكون تابع لحد هو بيحب يبقى مع نفسه كده. وبتقول روكسي ان مفيش قدامه غير انه يدخل السجن ويتعاقب على افعاله لكن بيرفض فت على الحل ده برضه وبيوافق اخيرا انه يقتلها. وفي الاول بتكون روكسي هي اللي متفوقه عليه وفت مش عارف يعمل معاها حاجه لكن لما بيلاقي الموضوع دخل في الجد بيستخدم هو كمان المهاره اللي اكتسبها من هادو بعد ما قتله. واول ما بتشوفها روكسي بتتصدم لان دي مهاره فرسان مقدسين وبتساله لو كان فارس مقدس قبل كده لكن بينفي فت كلامه وبيعرفها انه محارب عادي. وبيكملوا قتال مع بعض والمره دي بيقدر انه يتفوق عليها وبيبقى خلاص هيهزمها لكنه بيسرح لما بيشوف السلسله المعموله من الحجر الكريم اللي جابه هديه ليها وده بيشتت انتباهه وبسبب عدم تركيزه ده بتقدر انها هتفوز عليه. وبيحس فت بالاحراج انه خسر قصادها على اخر لحظه وبيقول لهم طب استاذن انا بقى. وبتساله روكسي قبل ما يمشي لو اتدرب على ايد هارون لان مهاراته وقوته مش عاديه واكيد هو اللي ساعده في تحرير القلعه. وبتعرفه انه هارون قال لها وقتها ان الفارس اللي ساعده ده قوي جدا لكن عنده مشكله بتاذيه وبتاثر عليه فعايزه تعرف ايه مشكلته بالظبط عشان تساعده. وبيتاثر فت من كلامها وبيكون شايفها طيبه زياده عن اللزوم وبيقول لها انا عارف انك عاوزه تساعديني لكنك مش هتعرفي والاحسن انك تركزي على نفسك وتخلي بالك لما تروحي جاليا. وبيسيبها وبيمشي ويفضل يفكر في تيبه روكسي وان برغم كل المشاكل اللي بتمر بيها دي لكن لسه بتفكر في مصلحه غيرها وعاوزه تساعده. وبيرجع فت القط
وبيفضل يفكر في كلام ماين لما قالت له ان في مستوى تاني من قوته والمستوى ده اعلى بكتير من مستواه الحالي، وبيسال فت نفسه يا ترى هيوصل للمستوى ده امتى وازاي. وفجاه بيسمع صوت انذار قوي في المدينه كلها وكل اهل المدينه بيتخضوا منه، وبيعرف فت ساعتها ان في مشكله كبيره، وفعلا بيكون في مجموعه كبيره من الوحوش الضخمه هجمت على المدينه وبسببها السكان بيترعبوا وبيهربوا من بيوتهم. وبتروح روكسي هي والجيش بتاعها بكل شجاعه للوحوش ده عشان يهاجموهم، وبيقرر فت انه مش هيتدخل المره دي لانه واثق في قوه روكسي وان هي اللي هتقضي على الوحوش دي. لكن بيعرفوا ستيف ان في وحش كمان بيقرب من الشرق وبيتحرك من تحت الارض وبيكون عامل زي الحوت في الميه وسريع جدا، ده غير حجمه الضخم. وبيضرب فت بالسيف بتاعه المكان اللي الوحش ده بيتحرك فيه عشان يطلع وحش ضخم جدا مكتوب على راسه نفس الشعار اللي شافه، وبيقرر ساعتها انه لازم يعرف مين ورا الموضوع ده، وبينط نطه قويه عشان يهجم على الوحش ده ويخلص عليه. وساعتها بيستخدم مهاره التعرف الخاصه بيه وبيعرف ان قوه الوحش ده مش طبيعيه، وعشان كده حتى الفارس المقدس مش هيقدر عليه. وبيتحول السيف لدرع سحري وفجاه بيمطر عليه احماض نوويه اللي حرفيا ممكن تخفيه من الوجود في ثانيه لو بس لمسته. وبيقدر فت يحمي نفسه بالدرع السحري وبيرجع يهاجم الوحش مره تانية، لكن للاسف بيقدر الوحش ده انه يقسم نفسه ل3 وحوش. وبرغم كده بيلاحظ فت ان جوهر الوحش الاصلي مش موجود في ولا واحد فيهم، انما لسه مستخبي تحت الارض. وواضح كده انه قصد يتجاهل فت لان مش ده الهدف بتاعه، هو عاوز يوصل لروكسي باي شكل ويخلص عليها، وعشان كده بيصوب ناحيه الجوهر بسهم عشان يقتله. لكن قبل ما يوصل له السهم بتجيله طلقه تانية من مكان مجهول، والظاهر كده انها كانت تعويذه معززه ليه، لان بعد ما بيموت بيرجع يعيش مره تانية بقوه اكبر بكتير. وفت مش بيكون فاهم ازاي ده حصل او الطلقه دي جت منين، ووقتها بيتفاجئ بالفارس المقنع ده اللي لابس قناع شبه قناعه. وفي الوقت ده بيشك فت ان هي عريس، او مش بيشك، ده بيكون متاكد ان هي اللي ورا كل ده، وبيروح عشان يهاجمها لكنها بتقدر تصد كل هجماته بكل سهوله. وبيعرف فت انها اقوى منه بكتير وبتضربه ضربه واحده بالسيف بتكون مميته لدرجه انه بينزف. وساعتها بيسمع صوت الفارس المقنع ده وبيتفاجئ انها مش عريس، وعشان كده بيترجى فت قوه الشراهه بتاعته انها توصل للمستوى الثاني وتخليه اقوى مقابل اي حاجه يعملها. وفعلا الموضوع بينجح وبيقدر انه يوصل للمستوى الثاني من قوته، والمره دي بيهجم على الفارس بكل قوه وبيقدر انه يكسر القناع بتاعه. وبيتصدم لما بيلاقيه الفارس نورزرن ومش بيلحق يستوعب اي حاجه او ليه ممكن نورزرن يعمل حاجه زي دي. وبيطلع نورزرن صفاره من جيبه ولما بيستخدمها بيظهر تنين ضخم جدا وبيطير بسرعه كبيره ناحيه الغرب للمكان اللي موجود فيه روكسي. وبيقول نورزرن للفت بكل برود قدامك 30 ثانيه بس عشان تلحق تنقذ روكسي قبل ما التنين ده يوصل لها. وبيقول ان هو والتنين هيعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان يقتلوا روكسي ويخلصوا منها، وعاوز يشوف بقى هو هيقدر يعمل ايه. وبيروح فت بسرعه ورا التنين ده وبيصد هجماته ضد روكسي بالدرع السحري بتاعه، وقوه التنين بتزيد بشكل كبير لدرجه ان قناع فت بيتدمر وهو بيحاول يصده ويقضي عليه. وبتظهر هويته الحقيقيه قصاد روكسي، وطبعا في اللحظه دي روكسي مش بتبقى مستوعبه اي حاجه وخايفه على فت جدا اللي بيعتذر لها انه خبى عليها الموضوع من الاول، وبيطلب منها انها تهرب وهو هيروح يهاجم التنين. وقبل ما ترد عليه بيجري في اتجاه التنين عشان يحاربه، لكنه بيلاقي نفسه في مواجهه نورزن الاول اللي بيستخدم سيف الحسد اللي معاه عشان يقضي على فت، اللي طبعا للاسف بتكون قوته قلت بشكل كبير بسبب كل اللي مر بيه في المعركه دي، لدرجه انه بيقدر يقطع له دراعه وبيقع فت على الارض وبيفضل يصوت من شده الالم اللي حاسس بيه. وده بيخلي نورزرن يحس بجنون العظمه ويرخي دفاعاته وبيجهز سلاح عشان يقضي تماما على فت. لكن فت بيكون ذكي جدا وبتحصل الصدمه لما بيظهر فت من وراه وبيطعنه في بطنه، وان اللي كان قدام نورزرن ده كان مجرد سحر الوهم، وان فت فعلا ضحى بدراعه عشان بس اللحظه دي، وهو يعني نص العمى ولا العمى كله. وبيفضل فت يطعن في نورزرن لحد ما بيموت، واول ما بيموت بيتفاجئ فت انه اتنقل لنفس المكان الابيض اللي كان بيحلم بيه. وساعتها بيشوف البنت اللي كانت جوهره الكاميرا وبتعرفه على نفسها وان اسمها لونا، وبتشكره انه قتلها وان ده كان احسن حاجه ليها وللناي، وبتعتذر له كمان انها مش هتقدر تساعده اكتر من كده. وقبل ما فت يستوعب اي حاجه بيلاقي الارض بتتكسر من تحتيه، وبيشوف بحيره دمويه مليانه وحوش مرعبه مستنينه بس يقع فيها عشان ياكلوه. وبيعرف ان دي مهاره الشراهه اللي عنده، وان لونا كانت مسيطره عليها من فتره كبيره عشان ما تاذيهوش، لكن للاسف مش هتقدر تساعده اكتر من كده. وقبل ما فت يقع في البحيره دي بيتفاجئ بايد بتشده وبتنقذه، وبيظهر ان دي ايد السيف بتاعه اللي اول مره يشوفه بهيئته البشريه. وبيقول له سيف انت لازم تفوق بسرعه، احنا ما عندناش اي وقت للكلام ده. وفعلا بيفوق فت وبيرجع لساحه المعركه مره تانية، وبيلاقي انه لسه قدامه مواجهه قويه قدام التنين الضخم ده. وبما انه هيكون صعب على فت انه يستخدم القوس او الدرع بايد واحده، بيرمي فت السيف على التنين ده بكل قوه وبيفضل يهاجمه من كل ناحيه، بالرغم من انه عارف انه لو قضى على التنين ده مهاره الشراهه مش هيقدر يسيطر عليها، لكنه برضه مش هيستسلم. وبيفضل يحارب في التنين ويضرب فيه لحد ما بيقسمه نصين وبيقضي عليه اخيرا. وبعدها بيقع فت على الارض وبيفضل ينزف، وبتبقى مهاره الشراهه بدات تسيطر عليه. وطبعا هو مش عاوز ده يحصل لانه كده هيبقى خطر جدا، اخطر من التنين المقدس ده، وعشان كده بينقل كل قوته للسيف اللي بينتقل للمستوى الرابع. وفي اللحظه دي بتظهر ماين اللي بتقول انا ما كنتش اتخيل اننا هنتقابل تاني بالسرعه دي. واول ما بيشوفها فت بيترجاها انها هتقتله وتخلص عليه قبل ما يفقد السيطره على نفسه، وبتقول له ماين انا حذرتك
مراتك قبل كده ما تضغطش على نفسك بالشكل ده، لان مهاره الشراهه هتتغلب عليك وهتفقد السيطره على نفسك، لكني برضه هوفي بوعدي وهقتلك. وبترفع الفاس بتاعها وبتبقى خلاص هتقتله، لكن بتمنعها روكسي على اخر لحظه وبتحمي فت من اي حاجه، وبتفضل تعيط وبتساله انت ليه بتعمل كده وليه بتحاول تقتل نفسك. وبيكون فت متضايق من نفسه وبيطلب منها ما تبصلوش لانه ما كانش عاوزها ابدا تشوفه وهو في الحاله دي. وبيتفاجئ فت برد روكسي لما بتقول له انها متقبلاه باي حاله هو عليها، وبتطلب منه انهم يرجعوا للعاصمه مره ثانيه ويعيشوا حياتهم. وبيبقى فت مصدوم لانه كان فاكر انها هتكرهه بعد اللي عمله ده، وانه يعني خبى عليها الحقيقه وكده، وده بيخلي الشراهه اللي في جسمه ترجع لحاله السكون مره ثانيه. وبيرجع فت لطبيعته لكن بيفقد الوعي، ووقتها بتحس ماين ان ملهاش مكان وبتسيبه وبتمشي. وبعد فتره بيفوق فت وبيلاقي نفسه على سرير غريب ومش بيبقى عارف هو بقاله قد ايه نايم هنا. وفي اللحظه دي بتدخل عليه ماين مع عريس عشان يزوروه، وبيعرف منهم انه نايم بقاله اسبوع كامل، وبترجع له عريس السيف بتاعه اللي كان سايبه في جاليا، وبتعرفه ان خطه قتل روكسي كانت من تدبير سلاح الحسد اللي مع نورزرن، وانها فعلا كانت ناويه تنفذ الخطه دي، لكن لقت انها ملهاش اي لازمه ومحدش هيستفاد من وجود روكسي، فبتتراجع عن الفكره. وبتكمل كلامها وبتقول انه اثبت فعلا قوته ومهارته الكبيره بعد ما قدر يهزم التنين المقدس، وعشان كده هم محتاجين مساعدته عشان يخلوا المملكه اقوى. وكمان بتعرفوا انهم هيساعدوه يرجع ايده المفقوده مره ثانيه، لكنهم لازم يمشوا دلوقتي قبل ما روكسي ترجع، لانه هيكون خطر عليها بسبب ان مهاره الشراهه ممكن تتفعل عنده في اي وقت ويفقد يعني السيطره على نفسه. وفعلا بيقتنع فت بكلامهم وبيخرج معاهم. اما على الناحيه الثانيه بتخرج روكسي عشان تروح تزور فت، وفي الطريق بتجيب له عنب عشان برضه ما تدخلش عليه وايديها فاضيه، لكنها بتتفاجئ لما مش بتلاقيه في الاوضه، وبتلاقيه سايب لها ورقه بيعتذر منها انه اختفى فجاه كده، وبيعتذر لها انه ما قالهاش عن مهاره الشراهه الخاصه بيه، وبيشكرها على كل اللي عملته معاه واللي مساعدتها ليه، وانه دلوقتي لازم يمشي عشان تكون هي في امان، وبيوعدها انه هيرجع لها مره ثانيه. ولما بتقرا الرساله بتتاثر جدا بسبب كل الصعوبات اللي مر بيها فت، وبتفتكر روكسي اول مره شافت فت فيها لما كان قاعد في الشارع لوحده في عز البرد وعمال يعيط، واول ما بتقرب منه بيخاف منها جدا وبيترجاها ما تضربوش، وده لانه عارف ان كل الفرسان المقدسين قاسيين. وساعتها بتتضايق روكسي جدا وبتعتذر لفت وبتقول انها متضايقه جدا من كونها فارسه مقدسه. وفي اللحظه دي بتسمع صوت بطن فت وبتعرف انه جعان جدا، وبتروح على طول عشان تجيب له اكل، وبيفضل فت ياكل بيبقى في قمه سعادته. وبتقول لروكسي انه لازم بعد ما يخلص اكل يروح لبيته لان اكيد اهله قلقانين عليه، وبيعرفها فت انه ما عندوش اهل يقلقوا عليه اصلا، وبيسيبها وبيقوم. وقبل ما يمشي بيقول لها انها فارسه طيبه وبيشكرها ان هي ساعدته، ومن اليوم ده بتقدر تفتخر بكونها فارسه مقدسه لان هو الوحيد اللي شافها بطريقه مختلفه عن كل الناس. وبتتمنى روكسي تقابله مره ثانيه في اسرع وقت. وبنشوف بعدها فت وهو بيستخدم السحر اللي علمته له اريس وبيقدر يرجع دراعه مره ثانيه. وبتنتهي حكايه بطلنا وحكايه الانمي بتاعنا لحد كده. والصراحه فت عمل مجهود عظيم جدا عشان يقدر انه يحمي روكسي، والصراحه كان هو اكتر واحد يستحق لقب الفارس المقدس. وبس كده يا صديقي، حابب اشكرك لو وصلت لحد هنا، وما تنساش قبل ما تمشي انك تنزل تعمل لايك، ولو انت لسه جديد في القناه تنزل تعمل سبسكرايب عشان تشوف العظمه اللي جايه. اشوفكم في فيديو جديد يا اصدقائي، سلام.